ايه الاخبار يا شباب؟ عاملين إيه؟ اتمنى ان تكونوا كلكم بخير وبصحه دايما وبسعاده. طبعا زي ما انتم شفتوا في الفلوج اللي قبل هنا، احنا في فنتيبا النهارده، وان شاء الله معانا اسلام البرماوي، اسلام. مم. المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة فينتيبا. ان شاء الله هيبقى معانا بودكاست هنتكلم فيه عن حاجات زي الحياه في المانيا، هنتكلم عن حاجات جديده زي التشانس كارت، وهنتكلم عن برضو الحساب البنكي المغلق اللي عنده تساؤلات او غيره. ناس مثلا بيسالك هل اصلا الفلوس ممكن ترجع لي لو الفيزا اترفضت او الحاجات اللي زي كده. طبعا كل الحاجات دي انا هتطرق ليها، وفي اخر البودكاست ان شاء الله معانا مفاجاه كبيره جدا 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 كمان مره، فتابعونا للاخر عشان تعرفوها. ويلا بينا. طب أنا هاخد من المفاجأة ديت ولا مش مسموح لي إن أنا أستفيد من المفاجأة كمان؟ لا حضرتك، اي حد عموما يعني شكرا. ممكن يستفيد منها. شرفتنا ونورتنا. أنا سعيد جدا بإن أنا قابلت حضرتك. تسلم ربنا يخليك. حضرتك إنسان مجتهد وإنسان محترم وجاي من مشوار بعيد شوية كده، فما شاء الله عليك. أنت يعني عايز تقدم معلومة ومحتوى كويس للناس ومتابعينك، فده بحب أنا الناس المخلصة في تقديم المحتوى دوت، مم. مش مجرد بيلاقي المعلومة بيقولها بس، لا بتروح وبتدور علشان توصل محتوى للناس، فأنا أحييك جدا على مجهودك. تسلم ربنا يخليك. طيب يا استاذ اسلام، طبعا انا لما دخلت هنا كان عندي امبريشن يعني او انطباع اولي ان لا الموضوع اكبر بكتير، لان أنا كان في مخي عموما ان فينتي يبقى ستارت اب. ودوت على اللي انا سمعته طبعا من سنتين which is outdated. تقريبا شكل فينتي هنا على طول بتجري في الوقت يعني كل يوم حاجه جديده او غيره. فاللي جه في مخي دلوقتي حالا لا، ده الموضوع اكبر من ان هو ستارت اب او غيره. فهل ممكن مثلا لينا نظره سريعه مثلا الموضوع ابتدى ازاي اصلا عموما، والفكره نفسها انت والانسايتس عارف ديت؟ حضرتك قبل ما اتكلم في الموضوع، يعني حضرتك بتمثل لي برضو دايما اللي انت قلته، حاجه دايما بقابلها، ان في ناس كتيره على الرغم احتياجها الشديد للبلوجد اكونت، لان هو طلب اساسي مثلا في الفيزا البحث عن عمل او فيزا الدراسه، وفي الاخر بيفتحوا حساب في فنتيبا. فالناس معظمها بتبقى مفكره ان الموضوع فنتيبا ده ابلكيشن، احنا ده اتنين حقيقه. تلاتة أربعة مع بعض عاملين ابلكيشن وقاعدين، وهو الدنيا دي كلها. ده حقيقه. فاهم؟ فالنهارده يمكن النهارده زيارتك عشان تقدم برضو لجمهورك ومتابعينك، لا الموضوع مش ابلكيشن، ده في كيان، شركه كبيره قائمه. فيمكن ده اللي حضرتك برضو يعني قلت لي ان انت كنت فاكر الموضوع بشكل وبعدين طلع شكل تاني مختلف، مش صح كده؟ صح. فنتيبا من 2016 في الماركت. اولا بدايه فنتيبا كان قبلها برضو فكره البلوجد اكاونت، اللي هو ممكن برضو نتكلم في تفاصيله بعدين. يعني كانت بتقدم قبل كده بس كانت تقديم عليها لان هو طلب ضروري ومهم جدا في الاجراءات، بس كان بيقدم من خلال السفاره الالمانيه في البلد اللي حضراتكم بتقدموا منها. فكان الاجراء في الوقت ده بياخد له باحسن تقدير شهر، بيوصل ل3 شهور، امم. لان الموضوع كان ورقي 100%. فكان الطالب بيروح يسحب الورق ويعمله ويقدمه، وتطلع فيه غلطه والورق بيبعت المانيا ويرجع تاني، فكان مرهق جدا جدا جدا. عشان يتواصل مع احد البنوك اللي في المانيا هنا زي اللي هي كان في البنوك. بنك كبير جدا بدون ذكر اسامي، بس هو امم. اكبر بنك تقريبا في المانيا. اللي هو حاجات الاولد فاشند عموما. اه. فكان عاملين واخدين بقى ايه شويه ابلكيشن حلوه كده وحاطينها جوه السفاره. امم. فكنت حضرتك تروح يقول لك انت عايز تسافر المانيا، اه طب عايزين بلوك اكونت. ايوه يعني اعمل ايه؟ خد الورقه دي اكتب بياناتك كلها فيها، هات الابلكيشن بعدها، يبعتوا الورق للبنك هنا، البنك يفتح الحساب، لو في غلط في النص البنك يرجع الورق تاني للسفاره، فالسفاره ترجع تتصل بيك انت عامل حاجه غلط او هات لنا ورقه زياده، فتروح تديها لهم وترجع تاني للبنك. فكان الموضوع، انت عارف بقى المراسلات والبريد والحاجات دي كان بياخد وقت كل كتير ده ورق قوي. عمل بيتنقل من هنا لهنا. بالظبط. 2016 الموضوع اتحول، احسبها كده معايا وقول لي ايه رايك، حاجه ممكن تتعمل في احسن تقدير في شهر امم. لحاجه ممكن تتعمل في 10 دقائق. اكيد طبعا. أكيد الموضوع الواحد مثلا بيساين على الابلكيشن، اكيد مثلا بيساين على السوشيال ميديا مثلا جديده، مثلا حد بيفتح اكونت على مثلا اكس مثلا او فيسبوك او غيره، نفس الموضوع. دخل ميلك الكونفرميشن على الميل الكلام ده، بس خلاص كده الاكونت اتفتح. بالظبط. فالموضوع نفس فكره البلوك اكونت، بدل ما تاخد الوقت ده كله بقى بتعمل في 10 دقائق من خلال الابلكيشن او الويب سايت بتاع فنتيبا. بتحسب لك، بيتفتح لك حساب بنكي بايبان نمبر اللي هو رقم البنك الدولي بتاعك الماني، ليك حساب في بنك داخل المانيا، فلوسك بتحولها، بيجي لك البلوك اكونت كونفirmation، الحاجات دي كلها وانت قاعد في مكانك وما اتحركتش. فبدأ يلمع نجم فنتيبا من امم. 2016 لحد النهارده. يمكن يعني
نقول ان احنا اقوى واكبر مؤسسه بتقدم خدمتين مهمين جدا: خدمه البلوكد اكاونت الحساب امم. المغلق، والهيلث انشورنس التامين الصحي. تمام، من خلال شركائنا شركه بارمر اللي هي بتقدم التامين العام، وشركه مافيستا اللي هي بتقدم التامين الخاص. اوكي. حاجتين اللي احنا بنتكلم عليهم دولت لا غنى عنهم في اي ابلكيشن، سواء فيزا بحث عن عمل اللي احنا هنتكلم عنها، او برضه فيزا الطالب اللي هتيجي برضه في سياق الكلام. مفيش غنى عنهم في الابلكيشن بتاع اي حد. الحاجات الأساسية. بالظبط. تمام، فاحنا فينتيبا بتقدم هذه المنتجات للطالب. فمن 2016 لحد النهارده لا بنقول طبعا انتشار كويس، سمعه طيبه، ماركت شير امم. كويس جدا، فلا احنا موجودين من زمان. وبغض النظر عن السهولة أو غيره، أنا شايف إن أنتوا حليتوا مشكلة كبيرة جدا 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 بالهيلث انشورنس. تمام، التأمين الصحي العام اللي هو غير طبعا بتاع السفارة اللي أنت بتعمله هناك، دوت تأمين صحي بتاع السفر، ده ملوش أي علاقة بالتأمين الصحي بتاع ألمانيا هنا نفسها. التأمين الصحي العام دوت حل المشاكل بتاعت البعثات بنسبة كبيرة جدا، لأن كان دايما الموضوع دايرة مغلقة. يعني تمام، الموضوع كان عامل زي الشغل كده، اللي هو ايه، انا محتاج شغل عشان يبقى عندي خبره، بس انت محتاج خبره عشان يبقى عندك شغل. الموضوع دايره مغلقه، اللي هو طب انت، انا عايز ابتدي بحاجه بس محدش يسمح لك تبتدي بحاجه غير اللي بعديها. كان نفس الموضوع. البعثات محتاج القيد الجامعي بتاع المانيا. تمام. والقيد الجامعي بتاع المانيا محتاج تامين صحي. والتامين الصحي محتاج ان تبقى في المانيا، ما ينفعش تبقى في المانيا من غير البعثات، بس البعثات محتاج القيد الجامعي بتاع المانيا. وهي نفس الدايره المغلقه، نفس الدايره المغلقه. تمام. فكان طبعا يعني في ناس بتسافر سياحه او بتاع او غيره، ممكن طبعا يقفوا في المطار. الموضوع ده تبقى كله ريسك في ريسك. تمام. ومفيش حاجه مضمونه. لكن انت لما تعمل تامين صحي مع فينتيبا، اللي هو تامين صحي عام هنا في المانيا، صح؟ تأمين تعرف تعرف تطلع الكود الجامعي بتاعك بتاع المانيا هنا، لان انت بتبعت لهم الورق كله على الميل، وهم بيبعتوا لك على الاكونت بتاعك الجامعي على الويب سايت الجامعي، بيبعتوا لك الكود الجامعي اللي هو الشتودين بشاينجون بتاعك دوت، بتوديه للبعثات وتطلع تصريح السفر بتاعك عادي جدا جدا، وتعرف تسافر عادي جدا من غير ما تستنى اسبوعين اجازه او كل الكلام ده وكل الريسك ده. فانا شايف ان التامين الصحي عموما ده حل مشكله كانت يعني لا يعلم بها. شفت حضرتك اتكلمت من رحم معاناة تقريبا انت طبعا شكلك مريت بيها. انا مسافر انا فعشان مسافر انا كده مسافر نفسي سياحه، انا مسافر نفسي سياحه. كان الموضوع كنت عامل فيديو اللي هو 48 ساعه قبل السفر. كان الموضوع تقريبا واقف معايا على يومين بالظبط او يوم بالظبط. لو كان اليوم ده عدى انا ما كنتش عارف اسافر. طيب. فاللي هو يعني ده انا كان بالنسبه لي ده اللي هو من الحاجات اللي انا شفتها قلت تقريبا كان مفيش حد مبقاش عنده حل المشكله ديت، او مبقاش في مشاكل كتير بتواجه السفر زي ايام زمان. كلامك مظبوط، وزي ما قلت لحضرتك انت من مواجهتك لموقف ما فحسيت ان التأمين ده معضلة. طبعا. في حالات تانية بقى موضوع البلوك اكاونت هو اللي معضلة. امم. وعلى فكرة انا ذات نفسي مريت بمشكلة الحساب المغلق. انا هنا في المانيا برضو كنت جاي دراسة في الاول بدايتي خالص، فكنت عايز اعرف يعني ايه بلوك اكاونت. وانا راجل عندي خبرة بنكية فكنت شغال في بنوك. فايه الطريقة؟ بدأت اخش ادور على البنوك العاملة في المانيا، اتواصل انا مباشرة معاهم، اقول لهم عايز افتح عندكم حساب مغلق، ولا بنك كان بيرد عليا. ولو حد رد عليا طبعا هيقول لي لا السيرفيس دي مش موجوده عندنا. ف لحد ما بالصدفه واحد قابلته بالصدفه وجات السيره فقال لي فينتيبا. قلت له ايه فينتيبا دي؟ اصلا حضرتك اصلا يعني. كنتش اعرفها. انا مريت بالتجربه بتاعت البلوك اكونت ديت وما كنتش عارف يعني. فشوف زيي وزيك مين بقى كتير، ده حقيقي. وبنتكلم في حاجتين وجودهم جوه الملف وهو بيتقدم للسفاره يعني بيشكلوا نسبة عالية من 70 80 90% من الحاجات اللي الكونسلر بيبص عليها وهيديك عليها ايه؟ الموافقة. بلوك اكاونت، التأمين الصحي، لو طالب القبول الجامعي. اكيد. تمام. فحاجتين مهمين جدا. واللغه طبعا. ما هي بقى ما هو القبول الجامعي بيبقى مترتب على اللغه. ف فانتيبا بتقدم المنتجين دولت، وفعلا كانوا بمثابة حل كبير لمشاكل الطلبة كتير. تمام. طبعا طبعا يعني فضولي يعني تم اثاره عن طريق ان انت قلت اللي هو سالت وصاحبك
هو اللي عامل لك منشن او جاب لك سيره فينتيبا اصلا. مم. فدلوقتي حالا عندي فضول حضرتك يعني وصلت هنا ازاي دلوقتي حالا، من اللي هو واحد زميل ليك قال لك على فينتيبا لكونك دلوقتي حالا ما شاء الله ماسك ريجنال اريا كلها لو ما كانش القاره كلها على موضوع فينتيبا. اها، اشتغلت ازاي يعني؟ انا كنت فاكر جيت جيت دراسه في الاول. الاول انا كنت عندي خبره بنكيه. اشتغلت في البنوك في مصر لحد سنه 2013. حضرتك خريج كليه تجاره تجاره؟ جامعه طنطا، قسم اداره اعمال. ما شاء الله. تمام، لغه عربيه، ما شاء الله. يعني مش تجاره انجليش كمان. امم. آه، شاب، خرجت في معترك الحياه، فكنت عايز، عندنا احنا في كليه التجاره كده، ويمكن مش هقول جيلي، احنا مش قديم قوي يعني، ما تكبرنيش، تمام. بس جيلي كان عندنا بقى انت، وما زالت برضه انا اشتغل في بنك. امم. تمام. انا تجاره برضو، انا برضو نفس الموضوع. طيب انا نفس الموضوع اللي هو ايه، لا انا اشتغل، انا هدخل محاسبه واشتغل في بنك. في بنك. امم. يعني تمام. امم. فبدات الموضوع عندي بالنسبه لي ان انا اشتغلت في مندوب مبيعات، سيلز للكريدت كارد في بنك ما، وساعدني في كده واحد صديقي استاذ محمد عبد العظيم دراج، بوجه له التحيه وشكرا على مساعدتك ليا. اشتغلنا سيلز في البنك، فبعدين بدات بقى يعني شويه تعب وشغل السيلز زي الناس عارفين متعب ازاي. كملت في عالم البنوك 2013. كنت وصلت لجزء كويس في بنك ما في مصر، بعدين انتقلت لأحد دول الخليج، برضو اشتغلت في بنك هناك من 2013 لحد سنة 21. جيت ألمانيا هنا دراسة ماجستير. أثناء الدراسة أنا كنت جاي مع أسرتي، أولادي، فكان ما بين التحدي التوازن ما بين مصاريف الحياة، وكنت جايب بلوجد أكاونت كبير شوية لأنه بيطلب للأولاد برضه قيمة معينة في البلوجد أكاونت. كنت عامل مع فينتيبا. كنت عم خلاص بقى، انا كنت أيوة، عرفت بقى في أيوة. جيبه يعني. بالنسبه لي الصدفه لسه لذيذه جدا. والله يا فندم، يعني خليني اكلمك برضه على الصدفه، ان المانيا ذات نفسها كانت صدفه. امم. يعني المانيا، انا ما عرفتش ان المانيا اصلا بقت وجهه جاذبه للانترناشونال ستودنت. انا كنت رايح امتحن ايلتس عشان كنت مسافر كندا، وانا واقف في الطابور ومستني عشان اخد الرقم اللي بتاع الجلوس، قابلت واحد ما اعرفوش. انت بتمتحن ليه؟ قلت له أنا بمتحن عشان كندا. انت بتمتحن ليه؟ قال لي عشان المانيا. قلت له المانيا دي، المانيا فيها ده. فبعد ما خلصنا اتقابلنا والمانيا، وجيت المانيا. سبحان الله. فبقول لي حضرتك، وانا هنا توجهت، لقيت ان انا في شغل في وقت معين. فانتيبا الخدمه بتاعتها انا كنت شايف قد ايه هي مهمه، وخصوصا مهمه للاقليم اللي انا جاي منه اللي هو الاقليم العالم العربي. تواصلت مباشره مع مالك الشركه السي اي او، فبعت له ايميل وكنت عامل فيه برزنتيشن كده عن رؤيتي للتوسع في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، الدول العربيه يعني بشكل خاص. ما كانش هو يعني مهتمين بالاقليم، هو كان بيستقبلوا طلبات عاديه بس من غير خطه ماسكه استراتيجي للماركتينج او للبيزنس ديفلوبمنت. فلما عرضت عليه البرزنتيشن وطلب اجتماع، فقعدنا معاه مره، وفي اول ميتنج حتى انا يعني هو اللي اداني العقد بتاع الشغل. انا ما جيتش عن طريق الموارد البشريه الاتش ار، انا ما جيتش، ما اشتغلتش خالص في الشركه ديت، انا جيت على طول من السي او على الوظيفه يعني. لان وانا بعرض عليه الموضوع، عرضت عليه اولا انا جاي من الاقليم فانا فاهم مشاكله، مريت بالتجربه فعارف ايه المميزات وايه العيوب، الدافعيه في ان انا عايز اساعد ناس كتيره من الاقليم بتاعنا. تمام. شويه بقى خطط وبلان واستراتيجيز والحاجات دي كلها. الحمد لله بدأت بليفل معين. النهارده نقدر نقول ان نسبة استحواذنا في العالم العربي more than 80%، اكتر من 80%. لان في شركات منافسة، لكن بحكم ان فنتيبا الاقوى والاكبر والاكثر مصداقية والاكثر سكيورتي، زائد برضو الانشطة التوعوية اللي احنا بنهدف بيها وبنتعامل، سواء النهارده احنا مع حضرتك او مع ناس مشاركين شركاء لينا في العالم العربي كله، توسعنا قوي 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 او قوي. الويب سايت نفسه، اصلا الويب سايت فيه معلومات كتير جدا جدا عن البروسيس بتاعت السفر نفسها، عن خطوات السفر، عن اللي هو بتاع تحديات في ألمانيا. برضو في خدمة برضو لفتت نظري جدا وقت ما أنا كنت بسجل من 3 سنين، خدمة الشريحة بتاعت الموبايل، لأن دي من الحاجات
بتعصلك جدا. انت دلوقتي لما وصلت هنا عندك مثلا السكن بتاعك او غيره، مش هتعرف تشتغل على النت بتاع مصر. وده عن تجربه، تمام. فالشريحه مثلا بتاعت مثلا الموبايل اللي انتوا كنتوا بتقدموها على الويب سايت عندكم، دي من النقط يعني المفيده جدا لو وقت ولو حد اتزنق مش عارف هيعمل ايه. فانا شايف نفسه يعني الويب سايت انفورماتيف جدا جدا جدا، وفي حاجه بتساعد كتير جدا. في حاجة اسمها الكومبانيون برضه بنصح الناس، بتخش تسجل بياناتك، ومش معناها ان انت فتحت بلوج اكونت الحساب البنكي، لا. هو الكومبانيون ده برضه حاجة كده زي دليل مم. احنا حاطينه عندنا، بياخدك خطوة بخطوة، بيعرفك كل حاجة، بيسألك شوية أسئلة وانت ترد، وبناء على الردود يقول لك طب انت دلوقتي في المرحلة الفلانية عايز تعمل كده، يبقى اعمل الخطوة دي، وياخدك خطوة بخطوة وتمشي معاه. هو ممكن جايد لناس كتيرة قوي بيستعملوه. فأنصح بإن الناس تدخل بس تدور على كلمة الرفيق فانتيبا أو الكومبانيون، مم. تمام، وتخش وتسجل في ستيب باي ستيب. عارف النظام التشيك ليست؟ مم. أنا في الأول فلو عملت حاجة صح اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها وهكذا. تمام. دي نقطه مهمه جدا، دي ما كانتش موجوده على الايام بتاعتي، صح؟ طب 3 نعوضك، سنين هنعوضك يا فندم، طيب. حاضر. صح. صح يعني. الواحد اتمرمط. لا يعني ما شاء الله مسهلين الموضوع كده، مسهلين جدا يعني. الحمد لله. خطوه خطوه بخطوه الموضوع، بس ما عادش بقى بلوك اكونت او بقى سيم كارد او بقى التامين الصحي، بقى كمان الموضوع اللي هو احنا هناخدك بايدك خطوه بخطوه. بالظبط. فحضرتك ابتديت في بوزيشن عادي جدا زي ما انت قلت، مهم. وما عدتش على الاتش ار، وبعد كده. بعد كده زي ما تقول كان السوق متعطش، امم. وفي شوية عوامل هي كانت السبب. أولا رغبة كتير من الناس في عالمنا العربي للدراسة في الخارج. في امم. نفس الوقت بالتوازي السوق الألمانية على مستوى سوق العمل، السوق وما زلت دوت هنتكلم فيه، شايفه إن هو لسه لم يتشبع بالأيدي العاملة، فبالتالي تحقيقا. سوق عمل جيد. في نفس الوقت أحد قنوات دخول السوق دوت هو من خلال الدراسة قبل الشانسن كارتا. الشانسن كارتا دوب لها كام شهر، وكان في قبلها فيزا بحث عن عمل. لكن كان في ناس كتيرة بتفكر على ان البوابة الشرعية اللي ادخل بيها المانيا ادخل من خلال الدراسة. امم. فمع توافق كل العوامل دي كلها مع بعض عملت النسيج الجيد اللي احنا بموجبه عرفنا نعمل شغل كويس، فالناس بدأت تيجي، فالموضوع كبر. مجهود فريق كبير طبعا من قبل وبفضل الله، وكذا. فخلاص النهارده لا، الشرق الاوسط بقى ليه موضوع. فزي ما تقول كان مين السبب في الموضوع دوت؟ مين اللي عمل السبارك الاولانيه؟ امم. زي ما قلت لك مجهود فريق كتير، بس كنت انا اللي بادئ في الموضوع ده. امم. فخلاص بقى بقيت انت المسؤول ما بقى، شاء الله. الدنيا دي بتاعتك انت، بتاعت الشرق ما شاء الاوسط. الله. طيب حضرتك كنت لسه جايب ذكر سيرة إن بقى في طرق كتير دلوقتي من غير الدراسة، وذكرت منهم الشانس كارد أو غيره، ذكرت برضه إن السوق لسه مش متشبع. فلو جينا لآخر الأخبار اللي إحنا شايفينها من كام شهر، ولسه برضه لسه لحد دلوقتي إحنا بتطلع، وأنا أتنبأ يعني إن شاء الله إن هي لسه برضه هتطلع في المستقبل عن سوق العمل اللي في ألمانيا. إيه رأيك في فكرة تشبع سوق العمل في ألمانيا، وإن هم لسه محتاجين ناس فأطلقوا حاجة زي الشانس كارد أو غيره؟ بالظبط. إيه رأيك؟ ألمانيا أقوى اقتصاد في أوروبا، مم. رابع أقوى اقتصاد في العالم. مم. ألمانيا إحنا من عالمنا العربي مشهورة المنتجات الألمانية بالكواليتي بتاعتها. عربية ألمانية. بالظبط، العربيات، الأدوات المنزلية، أيا كان الألماني ده بيبقى حاجة تانية. الحاجات ديت معمولة في مصانع. مم. المصانع ديت الجزء الأوتوماتيك فيها بجانب لازم يكون فيه عنصر بشري، مم. بسبب بعض التحديات في معدلات الزيادة السكانية اللي بتواجهها الدولة الألمانية. وده مش كلامي أنا، ده كلام موجود في الميديا وموجود في الأخبار. فبدأت شوية بشوية التوجه في الأول استقطاب أيدي عاملة من الاتحاد الأوروبي. مم. مش كفاية، فبدأ الموضوع بقى جلوبال. احنا عايزين ناس تيجي من بره علشان تساعد المصانع دي، محتاجة ناس تشتغل فيها. طب ما الناس ديت لما هتيجي عايزين خدمات طبية، فعايزين أطباء، مم. فبالتالي عايزين ممرضين، عايزين الناس دي سكن. عايزين سكن، فعايزين مواصلات. فبالتالي الانفتاح اللي حاصل دوت، واللي هو بيجي أعتقد من خلال الشريانين مهمين، العمال أو العاملين. ولما بقول عمال وعاملين مش بقصد البلو كولر، انا بتكلم عن الوايت كولر والبلو كولر، اللي هم العمال الحرفيين وغير الحرفيين. مم. تمام، سواء اطباء او ممرضين او اي تي اللي هم تكنولوجي
وقطاعات كتيره جدا جدا جدا. يعني حضرتك لسه مكلمني دلوقتي عن صديقك اللي شغال في البورصه، امم. تمام، وهو مش الماني، بالظبط. وصديقه تاني شغال بالظبط. في البورصه وهو مش الماني. احنا بالظبط. النهارده في فنتيبه عددنا حوالي 70 موظف موجودين من 19 جنسيه مختلفين. دي حقيقة، دي حقيقة. النهارده انا بكلم حضرتك، انا مصري، زملائي بره من الاردن، في ناس من سوريا، في ناس طبعا من المانيا، في من امريكا، في من بريطانيا، في من روسيا، تمام. فده امم. دليل على ايه؟ رغبه السوق واحتياج السوق للعماله. فانا في رايي ان المانيا دلوقتي، يمكن دي حضرتك تحطها بقى يعني تحتها خط، ده بقى رايي، المانيا دلوقتي بتعيش العصر الذهبي لأي حد راغب في البحث عن فرصة عمل في سوق دولة متقدمة، اقتصاد قوي، فرص متاحة للجميع. أنا شايف إن ألمانيا دلوقتي بتقدم الباكج ديت لكل الناس اللي عايزين يعملوا دوت في الوقت ده. يمكن هينقلنا لمرحلة تانية في الكلام مع حضرتك. طب إزاي؟ هو غير ازاي، برضو كنت عايز ان انا طبعا هنا بريبريزنت الجمهور بتاعي، تمام. فكان في دايما تخوفات كتير جدا، انا بحاول اطمنهم على قد ما اقدر لان انا شخصيا مش لامس الموضوع دوت. فانا برضو عايز من وجهة نظرك، ناس كتير جدا، طب الحرب دلوقتي حالا اللي بتحصل دي او ممكن تحصل، تمام، مثلا كذا كذا الطرفين بتوع الحرب. طب ما انا احسن لي في مصر مثلا، مصر امن لي او غيره. طب ما هي ممكن تاثر، ممكن تحتك بيا. طب انا بشوف دلوقتي حالا على النت ان في زياده اسعار الكلام دوت. بس انا نفسي لو بقول لهم الحاجات ما هيش ملموسه، ودايما بيبقى فيه، لو في مثلا جانب زيادة أسعار، فما هو في كل سنويا برضه في زيادات في المرتبات سنويا، زي مثلا يناير اللي جاي هيطبق برضه كمان زيادة في المرتبات. فإيه وجهة نظر حضرتك في الموضوع ده؟ بص أستاذ الفاضل، أنا هاخد الموضوع من شكل عام اقتصاديا أو سياسيا، مش مجالي ولا تخصصي، امم. إنما هتكلم في حتة تانية صغيرة كده على قدنا يعني. لو اي حد بيدور على عذر ما علشان يقول لك مش هسافر، امم. دي ناس هتنجح قوي في انها تلاقي بدل العذر 100 عذر. دي حقيقة. انما اللي بينجح، ومعظم الناس اللي بتنجح، بيقول لك ايه، بيستخدموا لفظ كده، ارمي نفسك في الموضوع. دي حقيقة، صح. أنا أتفق في الموضوع ده. هتقول لي مع احترامي في ظروف سياسية، في ظروف ايا كان، بتبقى بعض التخوفات برضه مش أكتر. والله يا فندم موجودة في كل حتة. صح. يعني انت بتتكلم عن اوروبا، العالم المتقدم، الدولة زي المانيا اكيد فيها تحدياتها. الشرق الأوسط برضه فيه طيب تحديات وبتاع. بالظبط، اديك انت اللي كلمني عن السوق التاني، فبرضه في صح. تحديات. اي حد هيجي يقول لك انا وعايز يلاقي عذر ان هو ما يعملش، امم. هيلاقي بدل العذر 100. امم. انما احنا بنيجي نتكلم في المانيا يا سيدي الفاضل، خش التجربة، امم. ارمي نفسك في التجربة، شوف المتطلبات ايه واعملها خطوة بخطوة، ويا سيدي سافر. ولما تسافر شوف بقى تأثير بقى زي ما حضرتك بتقول الحرب، زيادة الأسعار والحاجات دي، بس اوصل هناك، خلي دي مشاكلك هناك، امم. خلص الجزء الأولاني بتاعك، ولما توصل للمرحلة التانية ابقى دور على المشاكل التانية اللي انت بتقول عليها بقى، اللي هي الحرب والأسعار وبتاع. عدي لي بس الفترة الأولانية، اطلع كده من الكومفورت زون بتاعتك، من الحلقة بتاعت الأعذار التي لا تنتهي، امم. خد بالأسباب بقى وشوف الحاجات اللي مطلوبة ايه واعملها. سافر ألمانيا وبعد كده ايه، كان تعالى شوف نتكلم في الحلقة اللي الباقي. بعدها ايه. تمام، نرجع دلوقتي لحل سوق العمل. انت كنت بتقول لي السؤال اللي هيجي في مخك اللي هو ايه السبب بتاع زيادات، غير طبعا غير ان احنا قلنا التعداد السكاني او غيره، وغير طبعا ان انت حضرتك لفت نظري لحاجه مهمه جدا، ان كل حاجه مترتبه على حاجه. ما ينفعش مثلا هي لو مثلا المانيا قالت انا محتاجه 200,000 واحد في مثلا سوق الصناعه، هيجي مثلا في مخ ناس كتير لا انا دكتور، او مثلا انا مثلا اي تي، انا بعيد عن الموضوع دوت، هم محتاجين الناس بتوع مصانع. لكن انت لفت نظري، طب ما هو ده مترتب على ده. طب ما انت هيجي لك 200,000 واحد، هم محتاجين معماري عشان البناء، محتاج دكتور عشان خاطر ال 200,000، محتاج اي تي عشان خاطر المصنع نفسه اللي هيشتغل فيه 200,000. وكل دي حاجه اصلا يعني يعني فلتت مني صراحه. تمام. لكن انت لفت وجهه نظري، او لفت نظري للموضوع ده. هي زي ما هي حلقات بتخدم على بعضها، امم. تمام. فحتى لو حضرتك بسلام، في ناس تقول لك لا ده هم عايزين زي ما انتوا عايزين عمال، ماشي، ما هو العامل عايز وسكن وعايز وعايز وعايز، وده كله بيخلق سوق، تمام.
فالنهارده لما نتكلم المصانع بسبب قلة الزيادة السكانية، معدلات الزيادة السكانية، ازدياد عمر المواطن الألماني، وصول لمراحل يعني متقدمة في السن. في نفس الوقت عندهم دافع الضرائب بيقل، فعايزين ناس تشتغل عشان تدفع الضرائب، لأن أحد مصادر الدخل هي الضرائب اللي التصدير. بتدفع. بالظبط. التصدير والصناعات والحاجات دي كلها مين اللي هيشغلها؟ الناس ديت باختلاف أعمارها. أنت كمان ما عندك عندهاش بترول، ما عندهاش بالظبط جاز، ما عندهاش قناة سويس، ما عندهاش سياحة. القوة من سن ال 18 لحد ما نقول مثلا القدرة الإنتاجية بتنتهي عند سن المعاش في ألمانيا 65. هم بالنسبة لهم الرانج أو يعني المجال ده كله، الفرق من 18 ل 65 سنة ده عايزين في ناس عشان تخش تشتغل السوق. طبعا كل مكان يعني سن مناسب، لأن مش عايزين نقول مثلا سن 50 مش هيجي، لا، في ناس ممكن تيجي في سن ال 50 وتشتغل، مفيش مشكلة يعني. موضوع السن هنا في ألمانيا يعني بينظر له بشكل مختلف عننا. عندنا تلاقي واحد عنده 45 سنة يقول لك أنا كبرت خلاص. 45 سنة أنت لسه هنا ما أنا صغير بشوفهم يعني. بشوفهم هنا واشتغلت معاهم من أيام ما أنا جيت ألمانيا في المخازن أو غيره. اه كانت بتبقى واحدة منهم سنة 62 سنة، وبصراحة بتشتغل أحسن مني عندها، صح مش عندي ما شاء بصراحة. الله، ما بقول بصراحة لحضرتك. يعني دي فاه حقيقة. فبقول لحضرتك ده كله شكل جذب قوي جدا واحتياج قوي للسوق الألمانية. فبجملة واحدة السوق العمل في ألمانيا من وجهة نظري سوق جاذب جدا، سوق قوي جدا في احتياج مستمر. الأرقام بتختلف من أماكن لأماكن حسب التقارير اللي بتقال من فترة للتانية، بس يعني أسمع سنويا 200,000، 300,000، 500,000. ايا كان احنا بنتكلم في ارقام كبيره جدا. الارقام ديت السوق الالماني محتاجها لحد ما نقول ان هو لحد سنه كذا مم. يبدا يحصل الاستقرار. طيب مم. يبقى قدامنا احنا بنتكلم مثلا في 10 10 سنين. سنين. تمام. مينيمم 10 سنين السوق عندك بيطلب يقول لك تعال. ومن غير حتى أرقام، احنا عندنا ادله، اللي هو مش شرط انك تروح للسبب. طب انت عندك الدليل مثلا ان هو بدايه السنه او في اول ربع من السنه فتحوا التشانس كارد. فده دليل، حتى لو انت مثلا مش شرط انك تدخل تدور المانيا محتاج كم رقم بتاع كذا. طب ما هي اصلا الدوله اصلا فتحت لك حاجه جديده، هم اكيد لو مش محتاجينها ما كانوش هيفتحوها، صح؟ هي دي يعني انت عندك الدليل. فلو هنتكلم دلوقتي حالا على حاجه زي التشانس كارد، ايه راي حضرتك فيها؟ ومن وجهة نظر حضرتك انت في دلوقتي حالا مختلط في سوق العمل وغيره، ايه احسن التبس او ايه احسن النصايح تديها للناس علشان يواكبوا سوق العمل؟ فما بين الاختلاف ما بين سوق العمل في مصر وسوق العمل في المانيا، حضرتك اشتغلت هنا واشتغلت هنا. كمان نقطة مهمة جدا برضو، حضرتك اشتغلت في الخليج، ودي دايما مقارنة كبيرة جدا بتحصل للناس. يقول لك الخليج ولا المانيا، او الخليج ولا اوروبا، او الخليج ولا الغرب. تمام. طبعا في ناس يقول لك في الغرب ايه، كندا ولا المانيا، بس احنا مالناش دعوه بالموضوع دوت، خلينا نركز في الحاجات الشامله عموما. تمام. فايه وجهة نظرك للتشانس كارد؟ نصايح للعمل هنا، وسوق العمل نفسه. انت سالت اربع خمس اسئله مره واحده. انا متفاهم الموضوع ده، بس انا نفسي عندي فضول ان انا اعرفه، وان انا متاكد برضو من الاسئله اللي بتجيلي جدا. انا ببص على الاسئله كلها وعلى الكومنتات كلها، طيب ودي فرصه هايله جدا ان انا يعني احتك برضو نفسي بسوق العمل دلوقتي حالا. ممتاز. يمكن قبل ما ارد على الاسئله الكتيره اللي حضرتك سالتها ديت، في نقطه مهمه جدا لازم اسس ليها، لازم احطها قاعده نتكلم عليها، الا وهي السوق الالماني قد ايه احنا هنتكلم عن جماله وحلاوته والفرص اللي موجوده، وان انت ممكن تشتغل النهارده في شغلانه ما عجبتكش تروح غيرها، وكل المجالات مطلوبه. المانيا محتاجه من كل التخصصات. اتكلمنا عن كل جمال الحاجات الحلوه اهي. دي حقيقة. طيب ايه بقى الحاجه اللي انا بقول لحضرتك لازم ارسخ ليها الاول؟ ازاي؟ او ايه اهم حاجه؟ امم. اهم حاجه في السوق الالماني علشان تشتغل في المانيا، حتى انا دايما بضرب مثال كده بقول لك ما تجيش معاك فلوس كتير المانيا، بس تعالى معاك لغه المانيه. صح. تعرف تتكلم الماني هو المفتاح. يعني يا جماعه في اسهل من ان انا بقول لحضرتك انا بديك المفتاح بتاع باب السعاده. شفت اللفظ اللي انا هختار؟ مفتاح باب السعاده. كلمه كبيره شويه. باب السعاده ليه مم. مفتاح انت مش لاقيه، فبالتالي بالنسبه لك فاصل ما بين السعاده الباب ده. طب لما اديك المفتاح واقول لك افتح باب السعاده، مش هتبقى مبسوط؟ باب السعاده في المانيا تعلم اللغه الالمانيه. دي حقيقة. لما تخش النهارده وانت في بلدك لسه قررت ان انا عايز اسافر المانيا، وده موضوع برضو طويل، معيش البلوك ده اكونت، بس عايز اطلع فيزا بحث عن عمل، او عايز اروح على شغل، او عايز اروح على تدريب مهني اللي هو الاوس بيلدون.
مفتاح سعادتك تعلم اللغه الالمانيه. تعلم لغه المانيه، طمنا خلاص وصلت لمستوى كويس، بتعرف تتكلم كويس ومعاك شهاده بتثبت الموضوع دوت عشان الاجراءات بتاعه السفاره، تعالى المانيا. مم. اللي تشانسن كارتا اللي هي الفيزا البحث عن عمل، هي معالجه لنوع من انواع فيز البحث عن عمل اللي هي كانت من حوالي كام شهر برضو موجوده، بس تم معالجه بعض النقاط فيها. مثلا انا على حسب اللي انا اتذكر ان الفيزا بتاعت بحث عن عمل القديمه كانت انت مثلا راجل خريج كليه تجاره مم. قسم محاسبه، فعشان تطلع بالفيزا بتاعت البحث عن عمل بعد استيفاء الشروط الخاصه بيها واحدها هو البلوكد اكاونت، تيجي هنا المانيا، فلو لقيت شغل لازم يكون شغلك في نفس الحته نفس التخصص اللي المجال. انت متخرج بيه. صح، وده كان عائق كبير جدا جدا جدا. بالظبط. فبالتالي لو انا محاسب وهشتغل محاسب في تخصصي في المانيا لازم اكون بعرف اتكلم الماني عادي والماني محاسبي. مم. انا طبيب بعرف اتكلم الماني عادي والماني طب. مم. دلوقتي الفيزا الجديده انت راجل خريج ايا كان، بس انا اجيد البرمجه، مم. انا بعرف يعني انا سيستم تيستر مثلا، اللي هم الناس بتوع الاي تي بقى، يعني سوفت وير تيستر والحاجات دي. جميل، بس انا شهادتي مختلفه، مفيش مشكله، حتى لو مش شهادتك تقدر تشتغل في الشغلانه دي. شفت بقى الميزه الجديده في التشانسنج كارتا، سهلوا الموضوع ليه؟ عشان عايزين الناس تيجي. مم. تعال، مش ده يدي برضه انديكيتور على ان السوق عايز ناس؟ بس تعال. في الفيزا مثلا القديمه ان انت طول فتره المده اللي هي كانت 6 شهور بحد اقصى، انت مش مسموح لك ان انت تشتغل شغل جانبي. يعني انت مثلا ممكن تصحى الصبح تقول مثلا انا هدور على شركات وهبعت مثلا من الساعه 9 للساعه 4 العصر مثلا، انا بدور، بعد ما خلصت انا روحت البيت، يوم انتهى، مش هعمل حاجه تانية. مم. الفيزا اللي تشانسن كارتا بيقول لك لا، انت ممكن تشتغل بالفيزا بتاعت التشانسن كارتا، اديك تصريح عمل تشتغل عدد ساعات معينه، بحيث برضو ان انت لو احتجت تكتسب خبره، تحتك بالسوق، تكسب جزء مالي مم. شويه برضو يغطي التكاليف بتاعت الحياه، ده تم معالجته. مش دي تعتبر برضو من النقاط اللي بتسهل الحياه وتسهل الفرصه اكتر واكتر؟ اكيد طبعا. طبعا مع شروط اللغه، لو انت جايب اللغه الانجليزيه بشروط معينه، سنوات الخبره، هي نظام نقاط، واكيد الناس لو دخلت على الويب سايت اللي هو تشانسن كارتا اللي هو فيزا الفرص، نظام نقاط بيعتمد على العمر، بيعتمد على المؤهل الدراسي، وهل المؤهل الدراسي دوت يناسب او يعادل مستوى ما في الدراسه الالمانيه عليها نقاط، اللغه الانجليزيه، لان في ممكن ناس تيجي تاخد فيزا بحث عن عمل باللغه الانجليزيه بس. تمام. وفي شغل باللغه الانجليزيه، بس احنا بنتكلم عن بدل ما انت يبقى قدامك فرصه في شركه واحده، طب ما تخليهم بدل 50 الشركه شركة 50 شركه. حرفيا. بالظبط. ازاي؟ انجليزي بتتكلم انجليش كويس، برافو عليك. الماني بي 2 بيتس 5، ده انت استاذ. ما انت كده بتتكلم عربي وبتتكلم انجليزي وكمان معاك بي 2 الماني، لا تعالى لي انا عايزك. فوسعت على نفسك الفرصه. فاللغه طبعا من احد الاساسيات اللي بتحسب عليها النقط. والبلوكد اكاونت اللي هو برضه فانتيبا مطلوب، والغرض منه على فكره البلوكد اكاونت في الاول وفي الاخر الغرض منه نهائيا مش تعجيزي. ناس تقول لك ده كتير قوي. ايوه يا فندم، تعال نفكر فيها كده. الفكره بتاعتها، انت لو طالع بسبب الدراسه او طالع بحث عن عمل، مش حضرتك طول ما انت موجود في البلد دي محتاج تدفع ايجار، اكيد طبعا. تامين صحي، اكيد طبعا. تاكل، تشرب. لو الجو برد في بلد، احنا اليومين دلوقتي الجو بدا يبرد اهو، لو انت جاي في الصيف وما تعرفش ان الجو هيبقى برد، مش محتاج تشتري هدوم شتوي جديده. ده حقيقي. هم عايزين بس يعرفوا حاجه واحده، طول ما انت نمشي في موجود. الشارع بس كده. صح كده، فكده وعايزين كده يضمنوا. بالظبط الفلوس اللي حضرتك هتدفعها في البلوك ده اكونت ديت مش هتتاخد منه، ما هي أكيد هترجع طبعا. لك تاني. يعني الفلوس ديت بيبقى يا عم 12000 يورو ده كتير قوي. ايوه يا فندم، انت عايز تسافر المانيا من غيرهم؟ طيب سافر المانيا من غيرهم. دخلت المانيا، ادفع ايجار، عايز كام؟ عايز 400 500 يورو 600 يورو، هتجيبهم منين؟ صح طبعا. صح. طب عايز تاكل في الشهر بكام؟ قول 100 200 300 يورو، هتجيبهم منين؟ فهتبدا بقى تدور على ان انت تشتغل شغل مرهق او عدد ساعات ممكن فيزتك ما تسمحش بيهم، تضطر تستلف من حد، تضطر ان انت تبعت تجيب من بلدك من اهلك، وطب الكفاءه الماليه ففي الاخر هو كده انت هتحتاج المبلغ ده. هي ضمانة لأول فترة لحد ما تستقر في البلد، تعرف بالظبط. راسك من رجليك،
تعرف كل الكلام ده، وحتى الموضوع مش هياخد منك سنة لحد ما تعرف كل الحاجات ديت. هو الموضوع يعني بكبيره من وجهة نظري الشخصية هياخد منك يا إما من شهرين 3 لحد 4 5، لحد ما أنت تبتدي اللي هو تبتدي تحسب طيب تمام ال4 شهور اللي أنا صرفتهم دول أنا هعرف أعوضهم في كذا. الموضوع مش هياخد سنة تماما على الحاجات ديت. دي وجهة نظري الشخصية، بس الموضوع بيضمن لك إن أنت مش هتنام في الشارع زي ما أنت قلت، أو مش هتلاقي ضغط من نوع تاني غير الضغط اللي أنت المفروض تركز عليه، اللي هو أنا المفروض أركز إن أنا دلوقتي حالا ألاقي شغلانة، أو أركز دلوقتي حالا مثلا على الجامعة في حالة الدراسة في الموضوع دوت، أو أركز إن أنا ألاقي على شغل في حالة البحث عن العمل. وكده كده لما بتخلص الأول أي حاجة من التلاتة اللي قدامك بتلاقي كده كده الفلوس دي اتعوضت، فبتبتدي تفهم ان دوت كان استثمار اصلا عشان خاطر انت توصل هناك عموما. بالظبط، يعني كده كده هتحتاج الفلوس دي. تمام. فبالتالي البلوك اكونت بس بيعالج النقطه بتاعت المصاريف. نرجع بقى ل دلوقتي حضرتك قلت لي من اهم المميزات او من اهم النصائح اللي انت تديها لاي حد عشان سوق العمل هنا اللغه. تمام. نيجي بقى على حاجه سريعه زي الفرق ما بين سوق العمل في الخليج وفي المانيا. لو عايزين يعني اجازه عموما، لان متاكد ان على مدار خبره سنين هنا او هنا هيبقى يعني فروقات فظيعه اكيد طبعا. تمام. اولا خليني اقول لحضرتك ان في ناس كتيره حصر الموضوع في حته تحويش الفلوس. دي حاجه صح. تمام. شفتها كتير جدا، وتلاقيها في ردود السوشيال ميديا والناس اللي كتير بتنقل جدا. التجارب. ويمكن خليني من خلال الاجتماع الجميل بتاعنا النهارده دوت البودكاست اللذيذ ده اوجه رساله سريعه نقطه جدا استاذ محمود بالنسبه لجمهورك، واوجه رساله للناس معانا النهارده. مش كل الآراء اللي بتبقى مكتوبة في السوشيال ميديا بتتناسب مع كل التجارب اللي حضراتكم بتسألوا عنها. بمعنى إن في ناس بتيجي تشتغل وبتحوش تعمل فلوس. حقيقة طبعا طبعا. فعلا بيحوشوا وبيعملوا فلوس فعلا بجد. ففي ناس تقول لك لا ألمانيا بيشتروا مش بيت بتاع- عادي جدا، بس عشان الناس تبقى فاهمة بيشتروا بيت عادي، هو مش بالظبط. شرط اللي هو يعيش حياته كلها في إيجار. فيقول لك إيه، عايز تروح دول كذا الخليج مثلا، ده هيديك فلوس وهتعرف تحوش. آه، انما مثلا زي- يقول لك اوروبا هي عيشه كريمه بس مش هتعرف تحوش. مين اللي قال كده؟ السوشيال ميديا. انا شفتها كتير جدا. على فكره انا ما بحوش عشان الناس ما تفتكرش ان انا عندي اسره كبيره فما بحوش، لكن بشوف ناس بتنجح في ان هي تحوش، وفي مرتبات كبيره ممكن الناس تاخدها وفعلا تقدر تحوش. حقيقة صح. تمام. وبعدين هقول لحضرتك على حاجه، خليني اسالك انت كده، هو انت لما تيجي اقول لك انت عايز تحوش فلوس عايز وتعمل تحوش saving، ليه؟ عايز تحوش ليه؟ يقول لك مثلا علشان اصرف اشتري بيت اجازه مثلا اي حاجه. يعني عشان تشتري بيت؟ امم طب ما انت تقدر تشتري بيت من غير ما تحوش في المانيا. صح صح. صح. فلوس الشغل. في واحد يقول لك علشان مثلا لا قدر الله يقول لك القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود، نظريه متفقين عليها يا سيدي، صح، حلو. لكن خليني هقول لحضرتك على حاجه، انت النهارده لو شغال في المانيا وسنتين 3 شغال في شركه، ومعاك العقد الام بفريستس اللي انت بتاخده بعد سنتين 3 اللي هو ممكن تاخده من اول يوم. انا لسه ما شرحتوش في القناه، فاللي هو نظره سريعه اللي هو العقد الثابت عموما، العقد المفتوح. المفتوح، او لما تتثبت في شركه بعد ما هم يشتغلوا معاك سنه او سنتين. بس هي دايما بيبقى على الاغلب التجديد الثالث في اي شركه بعد سنتين بيبقى على الاغلب عقد اسمه unbefristet Vertrag، اللي هو العقد المفتوح مع الشركه نفسها. وده بعد 3 سنين، اقول لحضرتك بقى تجربتي بحد اقصى. لكن في ناس بتعدل بغوبه سايت اللي هي 6 شهور، بيجي لهم من اول 6 شهور. وعايز اقول لحضرتك ان هم النسبه الاكبر والاعظم ان هو من بعد 6 شهور بياخد الام فريست. صح. فبالتالي انت واخد عقد مفتوح، فانت كمان بعد 12 شهر يا سيدي لا قدر الله لظروف قهريه حصلت حاجه وهتسيب الشركه، بعد 12 شهر استلامك مرتبك، مش انت بتحول على حاجه اسمها جوب سنتر، بيديك نسبه مئويه من 60 ل 70% من مرتبك. فبالتالي لحد ما تلاقي شغل تاني انت ايجارك بيدفع، امور حياتك ماشيه وكل امورك تمام. صح؟ وفي 90% من الشركات ما ينفعش يمشوك غير، أو مش ما ينفعش، قانونيا ما ينفعش تمشي اصلا من الشركه، او الشركه هي تمشيك تعمل لك الكونديوم بتاعك لحد ما يعرفوك قبلها ب3 شهور. وتقريبا دي في 90% من الشركات، وصححني لو انا غلطان لان انا هو لازم مش في متاكد. اختار حسب مده الخدمه بتاعتك، انت بقالك كام سنه، اقل من 5 سنين ممكن شهر 3 شهور، اكتر من 5 سنين يبقى 3 شهور، وهكذا. النقطه الجايه اللي انا مش متاكد منها ان الشركه تقريبا بتدفع لك على كل كام شهر او على كل سنه كام عدد ايام معينه من السنه. بالظبط. جميل، متفقين جدا. بيدوها لك معاك وانت ماشي حرفيا. فبنرجع تاني نتكلم على نقطه
احنا بنحوش فلوس عشان نعمل ايه؟ نضمن الايام اللي هي لا قدر الله. طب ما انت لو قعدت في البيت ومن غير شغل في المانيا هتلاقي مكان يديك مرتب مم. لحد ما تلاقي شغل تاني، مم. فبالتالي ممكن ما تلاقيش نفسك محتاج تحوش قوي. ادي تاني سبب انت محتاج تحوش ليه وتم معالجته. والله انا هحوش علشان اجوز ابني. هب فرضا هتكمل حياتك في المانيا، مفاهيم الجواز عندنا احنا بنتكلم مصر صح؟ مم. لازم تجيب الشقة وتجهز، والحياة هنا في الجواز بسيطة، لقيت بنت الحلال الكويسة واللي انت راضي عنها كل صفاتها وهي راضية عنك في كل صفاتك، واتجوزته، فانت ممكن تأجر آه شقة صغيرة وتجيب استوديو. إمكانيات جميلة جدا، الفرنيتشر العادي البسيط السيمبل، ويكون جديد وحلو وتفرحوا وتتجوزوا، وده كله ممكن 3000 4000 يورو 5000 يورو مثلا، انا ما كانش اقل من شويه. ان ما كانش اقل صح. كمان. تمام. فبالتالي انت بتحاول عشان تتجوز، اتجوزت ده اقل حاجه، فانت محتاج تحوش برضو ليه؟ والله عشان الاولاد لما يجي يتعلموا. تعليم مجاني. ده تعليم ده مجاني. القناه كلها في اي فيديو تعليم مجاني. تعليم انت حضرتك اهوت، وخير دليل ان التعليم سواء التعليم الاساسي اللي هو لحد الثانويه العامه او الجامعي او ايا كان ده كله. كله مجاني. هو ب 300 يورو في ها. السمستر، بس 300 يورو القيمه اللي انت بتاخدها على 300 يورو 100 مره، يعني بتاخد قيمه 30000 وانت بتدفع 300 بس. ده تنويه على السريع. ويعني اسرع حاجه المواصلات مثلا، انا جاي لك المواصلات على الكارته بتاعت الجامعه. انا ما كنتش دفعت كارته الجامعه، كانت المواصلات 116 يورو. وجاي النهارده 116 يورو دفعت حاجه النهارده؟ ببلاش. هو انا كده كده بدفع مواصلات في السنه كامله تمام 50 يورو، بس المشوار لوحده لو انا معيش الكارته ديت 116. فدي حاجه من ابسط الحاجات اللي انت بتاخد قيمه، غير طبعا قيمه الشهاده، غير قيمه الخبره، غير القيمه اللي الجامعه بتوفرها لك في كورسات لغه، غير كذا غير كذا غير كذا. فهو فعلا التعليم يعني ما ينفعش حد يقول اللي هو ب 300 يورو، لا هو مجاني. نرجع هو للسؤال بقى بتاع مجاني. الخليج. بالنسبة لنقطة الناس اللي بتقول بتحوش، لو انت في الخليج هتحوش ليه بقى؟ قول لي. برضه نفس النقطه الاولانيه اللي احنا اتكلمنا فيها في المانيا، لان الفكره ان اسعار المعيشه بتاعت الخليج يقول لك ان دايما فرق الفلوس. الفكره نفسها مش في مرتب الخليج بيبقى اعلى، برضه حضرتك بحكم على كلامي من خبره. بيبقى الفكره ان فرق الفلوس بس بيبقى اعلى علشان خاطر تبقى معظم الاوقات انت بتبقى لوحدك او غيره مثلا، ويبقى قاعد في مصر عشان خاطر الخليج بيبقى اقرب او بيديك فرصه انك تنزل مصر مثلا اكتر من مثلا المانيا نفسها. يعني خلينا متفقين ان الحياه هنا بتبقى مكتظه شويه، لان في الاول وفي الاخر انت بتبقى في غربه خليجيه. اي حد مثلا بيقول لي انا بتغرب في الخليج، صراحة أنا بعتبرهاش غربة. حضرتك شفت الفرق؟ أنا مش يعني اللي بيقول بتغرب في الخليج اللي هو لا أنت رحت آخر شارع في مصر بس كده. بس لقيت ناس بس مختلفة شوية بيتكلموا بس لهجة مختلفة شوية أنت فاهمهم. تمام. إنما لما حد يقول لي أنا اتغربت في الغرب وهي جاية تمام من نفس المعنى، ده هنا بيبقى الاختلاف شاسع. فأنا شايف إن ده بحكم يعني حاجة جغرافية بحتة تبقى بس مشغول أكتر هنا في ألمانيا، فده بيدكش فرصة بس إنك تعرف يبقى مثلا عندك رفاهية إنك تتحرك أو غيره. فأنت بتجيب عيلتك زي مثلا في حالة حضرتك، فبيبقى مثلا مصاريفك بتبقى أعلى شوية من الخليج، فبيبقى الفرق إن أنت بتطلعه هنا بيبقى أعلى بس مش أكتر. وفي الاخر دوافع ان انا بحوش او اعمل سيفنج ماني هتلاقيها برضو مندرجه تحت حاجه من الحاجات اللي اتكلمنا فيها. يا اما عايز يشتري شقه، يا اما عايز يتجوز، يا اما يامن للمستقبل، يامن لمعاشه، يجوز ولاده ويعلم ولاده. فاللي هي الحاجات دي كلها اللي هو انت وانت في المانيا موجوده، فبالتالي مبيعات مرتبه. طب ما تستمتع بحياتك بقى، فتقدر تخرج تتفسح وبرضه في نفس الوقت مع خالص احترامنا للجهتين سواء الخليج او اوروبا، هما الاثنين ليهم مريدينهم. وبرضه خلي بالك جزء من الكالتشر بتاعتنا احيانا هو السفر للخليج. انما اوروبا ديت كانت حاجه مستبعده شويه. النهارده الناس ممكن تكون عندها الجاب ما بين ان هو يستوعب ان انا اقدر اسافر واعمل نفس الموضوع دوت، لا ده الخليج هو اللي فيه الفلوس. لا يا فندم، ما هو في برضه في اوروبا ناس ممكن تيجي وتشتغل وتحوش وتعمل فلوس. فديت اللي انا بقول لحضرتك ان النقطه اللي انا عايز اوضحها، ان في ناس بيقول لك الخليج اروح اعمل فلوس ولا اوروبا اعمل فلوس. تقدر تعمل في الاثنين فلوس. نصيحتي انا، او مش نصيحتي، مش عايز اقول نصيحه لان ممكن هقول تجربتي انا او رايي انا اللي هو ممكن يتناسب مع ناس ولو ما يتناسبش مع ناس تانية. اذا تقدر مثلا ماديا مش متاح قوي معاك تسافر الخليج، تحوش شويه مبلغ وانت لسه صغير تستعين بيه على ان انت تسافر مثلا اوروبا،
زي هنتكلم تجربة ألمانيا اللي احنا ما بينها النهاردة، تدرس حاجة معينة. لو من الأول المبلغ متوفر معاك وما قدرتش تطلع الخليج، ما رضيتش تطلع الخليج وتيجي على طول مباشرة، خش ادرس حاجة تخصص كويس وجميل، مم. اشتغل في السوق الألمانية، فأنت واخد شهادة من جامعات محترمة ألمانية، مم. مارست العمل وبخبرة ألمانية، فبتكتسب المهارات بتاعة السوق بشكل ألماني شوية. مم. مع الوقت حبيت بقى تاخد الجنسية، مم. تمام، والله هعمل بوست جرادويت زيادة شوية، هعمل ماجستير. فدي حاجات كلها ممكن تاخد 5 سنين مثلا مم. تقدر تعملهم في أوروبا. 5 6 مثلا على حسب طبعا كل واحد يعني ظروف. كل واحد وظروفه، صح. 5 6 7 سنين. اعمل يا سيدي اللي تقدر تعمل عليه دوت، وبعد ما تخلص ارجع تاني الخليج. مم. هترجع معاك خبرة ألمانية في سوق العمل، الجواز ألماني. معاك جواز سفر ألماني، معاك الشهادة الألمانية. فأعتقد إن تقييم العدسة اللي هيتم تقييمك بيها هتختلف رؤيتهم، أو أكيد طبعا بيبقى مرتبك على الأقل مرة ونص، ما كانش يبقى في مرتين. الآخر نرجع بقى بالإجابة الأخيرة بقى، ها، أوروبا ولا الخليج؟ زي ما حضرتك قلت قبل كده، عشان ده المتعارف عليه في مصر، ما فيش حد مش في مصر عنده عيلة فيها حد سافر الخليج، وخلينا متفقين من الموضوع دوت. لأن أنا كنت بالظبط. لأن دي حاجة يعني إحنا في مصر مثلا هو كبرنا من أيام السبعينات الثمانينات، وقت ما الثورة بتاعت البترول طلعت عندهم، وبقوا محتاجين ناس كتير جدا، ما عندهمش أي حاجة تغطي أي حاجة، زي بالظبط ألمانيا كده مثلا في العصر اللي إحنا بنتكلم فيه حاليا. فكانوا محتاجين ناس كتير جدا، كان طبعا بيبقى على اغلب كله مصريين اللي بيروحوا هناك، فاحنا طبعا كبرنا كلنا اللي هو خليج خليج خليج. لكن طبعا زي ما انت قلت، لسه ما فيش استيعاب او توعيه كافيه ان اوروبا في الزمن الحالي بقت اقرب بكتير جدا 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 من 20 سنه. من 20 سنه اللي كان بيسافر اوروبا عموما شغل او دراسه، بيعزل تماما. كان بيبقى اللي هو انت عملتها ازاي، مستحيل، كان يقول لك الخطوات تقول ده يعني حاجه فلكيه، برافو ده عليك. ولا علم فضاء. بالظبط. انما حاليا يعني السوشيال ميديا، تسهيلات حضرتك، مثلا انت مثلا قلنا من 2016 ل 2020 فرق، يعني هو 4 سنين بس فرق شاسع. فرق شاسع في عمليه واحده اللي هي بالظبط. البلوك اكونت. وانا طبعا برضو متاكد ان مع كل شهر، مع كل يوم، محدش عارف بكره ايه الحاجه الجديده اللي هتطلع، هتلاقي ان في خطوه تم تيسيرها اكتر. كل بالظبط. مره هتلاقي في خطوه تم تيسيرها اكتر، ده الموضوع بقى كده حرفيا. فعشان كده بقول لحضرتك، يعني طبعا اهلنا في الخليج واخواتنا واحنا كلنا امتداد لبعض، انما احنا بنتكلم عن تفاوت الفرص وتباين الفرص والفرص الجاذبه للايدي العامله. مع حبي طبعا واحترامي طبعا لاهلنا في الخليج ودولنا الجميله. الفكره في حاجه، معلش انا مقطع هنا. الفكره في حاجه دايما، انا بقى دي حاجه انا شايفها ترجع للشخص بقى نفسه. برافو عليك، ده اللي احنا انا كنت كده هقوله. احنا كده التجارب قلنا الشخصيه. الاثنين واحد. في حد يحب يقول لك انا في الخليج عايز في دوله بتتكلم عربي، مش عايز اصدع دماغي. مم. في حد يقول لك انا عندي استعداد ان انا اخد المعاناه الكافيه في ان انا اتغرب بالظبط. في دوله بعيده تماما عن الثقافه بتاعتي، وان انا هعرف اتعامل ان شاء الله الاختلافات الفرديه والكلام ده. بالظبط. بالظبط، انا شايف ان هو دوت الاختلاف، انما احنا بنتكلم في اختلاف مادي بحت. احنا بنتكلم في اختلاف الناس اللي بتقارن الحته بتاعت الفلوس. بالظبط الحياه الماديه، انما في اختلافات اللي هي الشخصيه، الراحه النفسيه، دي كل واحد وراحته. لان احنا دلوقتي بقى عندنا ثابت واحد متغير مختلف، لان بدل ما بقى متغير ومتغير وبقى الموضوع في اللي هو ايه، متغير ده مع متغير ده، متغير ده مع لا، بقى خلاص عندنا ثابت، وبقت المتغيرات حاجه واحده بس. بالظبط. انت مرتاح فين؟ برافو عليك. صح كده؟ بالظبط بالظبط يا فندم. فدي بتختلف تجربتها وتقييمها من شخص لشخص، امم. وامكانيات شخص لشخص. وطبعا القاعده الكبيره، نصيبه، كل واحد هو نصيبه ورزقه فين يعني. احنا بنتكلم على ان لو واحد بيفكر وبيعمل مقارنه ما بين الاثنين. تمام. النقطه كمان برضو يا فندم، عايز اقول لحضرتك ان الجمهور برضو ما تسمعوش اي حد بينقل صوره سلبيه عن اي مكان. صح. يعني واحد راح بلد شرق اوروبا فبينقل لك لا. وبالذات انا بزعل قوي، حتى لو راح الصين برضه. بزعل من الناس اللي جوه التجربة ويقول لك إن الحياة صعبة ولا الحياة وحشة. يا أخي يا أخي، طب النهاردة في المكان اللي أنت فيه، لو بنتكلم عن الأساسيات اللي تم توفيرها ليك في حياتك، الأساسيات ديت مع حبي واحترامي بس خلينا نكون صريحين، في جزء منها هو أحلام لناس تانية.
امم. فما تتكلمش بنبرة سلبية واسلوب سلبي تحبط بيه ناس نفسهم بس يبقى عندهم الحاجات دي. طب صح. ما انت في وقت من الاوقات لو بدلت بقى الموقف، انت هناك وهو مكانك، انت هتزعل من الراجل اللي بيقول لك الحياة وحشة والحياة صح. صعبة والتحديات واحنا تعبانين ومش عارف ايه. والمانيا مش جنة، ومفيش دولة في الارض هي جنة. طبعا مليون في المية، كل مليون في دولة المية. وكل فرصة وكل شركة وكل مكان ليه تحدياته، اللي هي مش التحديات الصعوبات العقبات المميتة ولا القاتلة ولا المنهية. هي تحديات محتاجة تجهيز، صبر، تفكير، تجاوز. امم. نجحت في التجاوز، عديت التجربة، هيطلع لك تحدي تاني. فدي كلها حاجات موجودة هتلاقيها في ألمانيا، في أوروبا كلها، في أمريكا، في كندا، في الخليج، في مصر. ما كنت لسه في مصر. بالظبط. عادي. فبالتالي انا بزعل قوي من اي حد بلوجر او انفلونسر مثلا، اي حد مثلا رائد في السوشيال ميديا وعنده متابعين يقول لك والله المانيا ده ما بقتش زي زمان. يا جماعه انتوا فاكرين المانيا ايه مش عارف ايه. انا ما بقولش المانيا حلوه، ما بقولش ان انت اول ما هتنزل هتلاقي الفلوس موجوده في ورق الشجر. مش هتلاقي، هتلاقي في صعوبات. حد قابلته برضه وكان جاي هنا وقال لي جمله، قال لي التجربه عامله زي حرف اليو. حرف اليو بيبقى فوق بيبدا، طب انت بتبقى جاي من حته بعدين ينزل تحت بيك، فتلاقي التحديات اللي هي الفتره الصعبه اللي في الاول، بعدين عشان تكمل حرف اليو تبدا تاني تطلع لفوق. مش معنى ان انت وصلت فوق ان انت تحت، ممكن تبدا يو تانية في حته تانية. انا خلصت المرحله بتاعت التعليم، ففي الاول الصعوبه والدراسه وان انا لا وقت اذاكر فيه وفي نفس الوقت عايز اشتغل. طيب وخلصت الدراسه، طلعت فوق في اخر اليو الناحيه التانية، فرحت بالشهادة ها وكده. مش عارف ايه، عايز اشتغل فعشان يجي سوق اندمج العمل. صح. سوق العمل وهي دي طبيعه الحياه. امم. تمام. انت قادر ان انت تتجاوز وتتاقلم في بلدك وكل يوم في اي بلد في اي حته في العالم في تحدياته اليوميه. النهارده نجاحك في بلدك وان انت تجاوزت التحديات دي، تقدر ان شاء الله برضو توكل على ربنا وبتاخد بالاسباب وبتعمل اللي عليك، هتعدي امم. برضو التحديات دي. فما تصدقش حد يقول لك الحياه وحشه والحياه صعبه. لا، الحياه سهله. مش سهله يعني سموث لدرجه ان هي، لا، الحياة سهل التفكير فيها وازاي تخطط، وان شاء الله مستعين بربنا تعدي للمرحلة اللي بعدها. فما تستسلموش لأي تقييم سلبي عن أي تجربة، سواء ألمانيا، أمريكا، كندا، أي دولة. دايما قول تجربتي إن شاء الله فيها نجاح. في دايما طرفين للقصة. في دايما طرفين للقصة، ما ينفعش تاخد من طرف واحد. لو ما ينفعش يبقى حد العدسة بتاعته موجهة لحاجة معينة وتقول هو ده المشهد بس، وتشوف بقى وتعمل اجنور او تتجاهل بقية الصورة، تعرف ان في خلفية اصلا ورا العدسة، في يمين العدسة، في شمال العدسة، الحاجات اللي زي كده. وتجربتك مش لازم تبقى زي تجربتي. صح طبعا، مليون في المية، مليون في المية. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا عن اختلاف السوق العمل بين الخليج وبين ألمانيا، وبصراحة احنا خضناه بشكل جميل جدا جدا جدا. هنيجي على حاجة زي الحساب المغلق هنا في انتي دلوقتي حالا مثلا، هنسأل أسئلة شائعة جدا وحضرتك إن شاء الله ترد عليها. إجابات شائعة جدا. وده وده يبقى من مصدر موثوق نفسه، مع إن الأسئلة دي موجودة على الويب سايت بتاعهم، ودي حاجة متأكد منها يا سيدي أصلا. بندردش. بالظبط، وغيره، بس لما يبقى من مصدر ثقة يبقى الموضوع جميل جدا حلو. حاجة زي دلوقتي حالا أنا عملت حساب بنكي مغلق، قدمت على الفيزا، لا قدر الله اترفضت، الفلوس ترجع وما ترجعش. الله، انت اول حد اتكلم معاه ويسالني السؤال اخر سؤال. يعني دايما في اي برزنتيشن او اي ويبينار اي اجتماع بيبتدي بافتتاح الحساب بنتكلم في حاجات كتيره قوي، اخر سؤال قبل ما نمشي. طب لا، اخر سؤال يا فندم لو، انما انت بدات باخر سؤال. انا بسال دايما على حسب المتابعين بتوعي لو بيبعتوا لي ايه، بيبعتوا لي ايه بالظبط بالظبط. تمام، حاضر. قبل ما اجاوب بس انا عايز اقول برضو حاجه لجمهور حضرتك. يا جماعه ابذلوا شويه مجهود في القرايه والبحث عن المعلومه. دلوقتي السوشيال ميديا وناس كتيره زي الاستاذ محمود بقت بتجيب المعلومات، يعني فاضل ان هو بقى يحط المعلومات جوه دماغ الناس. فيعني راجل مشكور النهارده، والسوشيال ميديا موجوده، كل بينقلوا المعلومات لحضراتكم. شويه مجهود بس كده، بربع جنيه مجهود بس، دوروا على المعلومات على السوشيال ميديا وهتلاقوها موجوده. بالنسبه للحساب في حاله الرفض،
لا قدر الله، علما بان بموجب برضو بعض التحليلات اللي عملناها 2023 90% من الملفات اللي تم تقديمها للسفاره الالمانيه بتحصل على قبول دراسه للسفر. في بعض المشاكل اللي بتحصل، بس مش مشكله خالص الفيزا، بيبقى خطأ في تقديم الورق. قيمة بلوكد اكونت مش معمول صح، بعض التخصصات بتختلف، يعني مش هنخش في تفاصيل ايه اسباب الرفض. انما اللي بيخش، وده الميزه برضو في السفاره الالمانيه برضو يا استاذ محمود، ان السفاره الالمانيه عباره عن تشيك ليست. كمل المتطلبات، ما تبدعش، شوف الناس دي عايزه ايه بتوع السفاره، هات لهم الورق وان شاء الله بتاخد الفيزا بتاعتك. طيب لا قدر الله هنروح للسيناريو اللي حصل فيه رفض. الفلوس دي بتبقى موجوده في حساب عند باسم حضرتك، تمام. ينصح دايما تحويل الاموال، ينصح من مصدر واحد، من حساب بنكي واحد، وتكون عمليه التحويل بتتم مره واحده، تمام. في بعض الدول بيطلب منها بعض المستندات، يعني القائمه على حاجه اسمها مصدر الاموال، تمام. وبرضه بنصح حضراتكم تشوفوا الويب سايت، لان في بعض الدول بيطلب فيها مستندات زياده في تحويل الاموال. خلينا نتكلم عن الحاله المثاليه. لا قدر الله ما حصلش نصيب، لازم ويلا نقول لازم دي 10 مرات لاسترداد الاموال اللي موجوده في حسابك في فنتيبا. اولا لما حضرتك لا قدر الله جالك الرفض، هل الرفض جه للطالب او للمتقدم شفويا كده؟ يعني الموظف قال لك لا والله ما فيش نصيب روح؟ لا طبعا، بيديك ايه؟ ورق. عند حضرتك انت بيبقى ليه، كل واحد من حضراتكم بيبقى ليه حساب بانكينج اونلاين وليه ابلكيشن خاص بيه فيه بياناتك واوراقك كلها الخاصه بالبلوكد اكونت. في حاجه من ضمن الاوبشن كلوز اكونت، تقفل الحساب، تروح كلوز اكونت، ولازم وهنقولها 20 مره لازم يتم ارفاق خطاب الرفض المرسل من السفاره او من مكتب الاجانب. حاجه رسميه، لازم حاجه رسمية. لازم، لأن ما ينفعش إن بدون هذا الرفض يتم إرجاع الأموال للطالب والفيزا بتاعته لسه سارية، فيسافر يجي ألمانيا هو مع الفلوس وهو معهوش بلوكد أكاونت كونفيرميشن. ما هو أنت لما تيجي في مكتب الأجانب علشان تعمل الإقامة بتاعتك هتديهم البلوك أكاونت، الصورة ما لسه موجودة معاك. صح. الجميل بقى إن الناس ما تعرفش إيه، إن مكتب الأجانب بيتواصل معانا علشان يتأكد من صحة الرصيد والبيانات. أكيد هو ممكن حد يفيك، فهيتم إبلاغ الموضوع إن لا يوجد رصيد والحساب ده تم إغلاقه. عملت لنفسك مشكلة كبيرة قوي جدا. هو الفكرة إن هما مش هيرفضوا بس إن أنت ضحكت عليهم ويقول لك مثلا لا انت خلاص كده مالكش اقامه، لا الناس دي بياخدوا حاجه على خاطرهم جدا جدا جدا، ويقول لك بالظبط بيزعلوا جدا لان هم بيجوا في مخهم انت جاي تستنصح علينا، انت بتشغل مخك علينا الحاجات اللي زي كده. وانت فعلا لو شغلت مخك في ورقه ورا الشمس تقريبا، يعني اقل حاجه تتقال. بالظبط، اقل حاجه تتقال. ما انصحش باي حد يتحايل على الموضوع ونشغل دماغنا زي ما الاستاذ محمود قال. لا يا فندم، التزموا بالاوراق. فعشان كده لازم الفلوس علشان ترجع بتكون ورقه رسميه من السفاره بان تم رفض الفيزا. كل سهوله وكل انسيابيه في خلال 3 أسابيع الفلوس بترجع لنفس الحساب اللي تم تحويلها منه. 3 أسابيع عمل طبعا. 3 أسابيع عمل. تمام. في حالة بعض الأسئلة بيقول لك طب أنا كنت حولت الفلوس وعايز أغير حسابي، أنا كنت فاتح حساب في البنك الفلاني وقفلته. فعايز أغير الحساب اللي الفلوس هتجيلي عليه. الإجراء موجود، بس بيبقى في خطوة زيادة إضافية إن بيتعمل فيها حاجة اسمها فيديو ليجيتيميشن، أو اللي هو مكالمة فيديو للتأكد والتحقق بإن أنت صاحب الحساب الفلاني. أنا اللي طالب إن الحساب يتغير للحساب التاني علشان لا قدر الله ما تحصلش أي مشكلة. ممكن حد دخل على الاكونت مثلا عمل له هاك مثلا وهو عايز الفلوس بالظبط، فلازم يعمل فيديو فيريفيكيشن مع حضرتك عشان تجنب اي مشكله والفلوس يتم ارجاعها بشكل صحيح. فبالتالي يا فندم ما حدش من الاول قال لك ان الفلوس دي هتروح عليك، دي فلوسك انت اللي حضرتك هتصرفها لما توصل المانيا. ولو عايز ترجعهم اثبت لنا ان انت بس مش هتسافر برفض السفاره ويتم ارجاع الفلوس. ودايما بنصح محدش يفتح الحساب المغلق غير لما يكون فعلا خد النية ومقرر انه هيسافر المانيا. صح. لان بيحصل احيانا واحد قرر يسافر المانيا بغرض الدراسة ففتح الحساب المغلق وحول الفلوس قبل ما يجيب قبول جامعي. طب ليه؟ صح. هات القبول الدراسي بتاعك،
جاي اوسبيلدون، جاي ماجستير، جاي بكالوريوس، جاي لغه، ايا كان، هات القبول الدراسي، والخطوه اللي بعدها هي الحساب المغلق. ما تجيش تفتح الحساب المغلق وتحول فلوس وانت لسه ما حصلش على قبول دراسي، لان هتيجي تقول لي انا والله ما لقيتش جامعه موافقه بيا وعايز فلوسي، اثبات. هات لي رفض من السفاره. ايوه يا فندم، ما هو انا ما وصلتش للسفاره، ما هو انا مش هرجع لك الفلوس وده. على فكره يعني مش عايز اخش في تفاصيل قانونيه، لان ده طبيعه الحساب المغلق والبلوك اكاونت كونفirmation اللي بتطلع من فينتيبا هي شبه ضمان موجه من فينتيبا للسفاره الالمانيه او للجهه الالمانيه المانحه للفيزا. فانا لما اتعهد لحضرتك ان الفلوس دي علشان خاطرك موجود، واحنا مش هنفك الفلوس ديت غير باذن منك، فلازم علشان حضرتك ارجع للطالب فلوسه انت كمان تكون موافق. صح؟ لان انا اصلا بخاطبك من الاول. ففيها شبه خطاب ضمان. الناس المتمرسه في عالم البنوك ان تسهيل خطاب الضمان ليه بعض الشروط بدون دخول في تفاصيل تقنيه يعني. تمام؟ فعشان كده لازم يبقى في رفض من السفاره. لازم احنا كده قلنا تقريبا 10 مرات. طيب دلوقتي حالا لما حد يوصل المانيا بالسلامه ويجي يفك الحساب المغلق، تمام؟ انا من تجربتي الشخصيه ان الحساب المغلق بيتفك يعني في اقل من يوم حرفيا. لكن لما بيجي على التحويل، دلوقتي حالا لو انا مثلا انا جاي في نص الشهر 15 11 وليكن، فكيت الحساب المغلق، امتى الفلوس تنزل وتنزل قد ايه وتخلص امتى علشان الناس تبقى عارفه او محيطه بكل حاجه؟ تمام. اي حد عايز يفتح حساب مغلق هتلاقوا تحت الفيديو بتاعنا الرابط اللي اللينك هو بتاع مش هو اللينك بتاع بتاع الاستاذ محمود، اللي هو بتعمل على حضرتك عليه كليك هياخدك على الويب سايت بتاع فنتيبا. سواء الفيديو اللي احنا شرحنا فيه او الويب سايت هتلاقي كل المعلومات بتاعه فتح الحساب المغلق. بالنسبه للسؤال بتاع حضرتك اللي هو بنفتح الحساب ازاي تقريبا، او فك الحساب فك الحساب بعد بعد ما ما توصل المانيا. فك الحساب. اولا قيمه الحساب الدفعات الشهريه بيتم تحديدها في الاول خالص، ودايما بنصح برضو حضراتكم اتاكد من قيمه المبلغ اللي مطلوب من حضرتك من موقع السفاره اللي هتقدم فيه. لو انت حضرتك بتقدم من السفاره الالمانيه تحصل على القبول بتاعك السفاره الالمانيه في جمهوريه مصر العربيه، يبقى خش على موقع السفاره بتاع جمهوريه مصر العربيه السفاره الالمانيه وتاكد قيمه المبلغ. من دولة الإمارات، من دولة البحرين، من دولة قطر، من سوريا، من العراق، من المغرب، من تونس، رجاء مش هقدر أسرد كل أسامي الدول مع حب واحترامي. ادخل على موقع السفارة الألمانية اللي حضرتك هتقدم عليه علشان تتأكد بالظبط قيمة المبلغ المطلوب كام. قيمة المبلغ بعد ما حضرتك بتعرفها، في أحيانا بعض الجامعات بتقول لك أنا حول لي جزء، الجامعات الخاصة مثلا أو الناس اللي بتدرس أوسبيلدونج بيبقى في جزء مش كامل الحساب المغلق. المبلغ اللي هو دلوقتي هنقول عليه مثلا 12,000 مثلا يورو وشوية، في ممكن بتبقى أقل. اللي بيحدد قيمة المبلغ الطالب. في حد مثلا جاي يدرس اوسبيلدنج اللي هو التدريب المهني، فهو قالوا له انت هتاخد معانا مرتب شهري 600 يورو، بس انا وانت عشان عارفين ان 600 يورو ما يكفوش فعايزينهم يوصلوا لل 992 يورو. فالسفاره بتشترط عليه ان الفرق ما بين ال 600 يورو اللي هو المرتب الشهري بتاع الاوسبيلدنج التدريب المهني وال 992 يورو دول لازم يتفتح بيهم حساب مغلق. يضربوا في 12 وهو دوت يبقى برافو عليك. يتحط في الحساب. 392 نضربهم في 12 لو انا مش غلطان في الحسابات يعني، دول 4600 4000 مثلا ده المبلغ، ده المبلغ اللي هيتحط في حساب حضرتك في الحساب المغلق. تمام. فاحنا عارفين قيمه المبلغ، دي قيمه المبلغ اللي اتحددت. لما حضرتك بتوصل هنا بالسلامه بتفتح حساب، احنا اي حساب بايبان اوروبي بتبلغ برضو على الحساب بتاعك في فنتيبا، بتدخل رقم الايبان شهريا. تقريبا معظم التحويلات بتبقى من يوم 1 ليوم 3 في الشهر، بيتم تحويل المبلغ اللي حضرتك حددته من حسابك المغلق في فنتيبا للحساب الجاري. فعشان كده لازم نميز ان في ناس مش بتاخد فلوسها من فنتيبا. تمام، لا انت لازم تفتح حساب بنكي بحساب جاري. فهنفرق ما بين البلوكد اكونت والكرنت اكونت، الحساب المغلق والحساب الجاري. الدفعات الشهريه تتحول لك من الحساب المغلق في فنتيبا لحساب حضرتك الجاري اللي انت فتحته في اي بنك، سواء بنك ليه فرع رحت حضرتك او بنك اونلاين انت فتحته عن طريق الابلكيشن وموجودين في المانيا كتير دلوقتي. ماشي. على حسب معرفتي اول شهر بينزل لك شهرين في بعض
كحاجة بتزقك في البداية، لأن مثلا هنعتبر لو أنت جاي تأجر شقة أو غيره، فأنت محتاج حاجة زي الكاوتيون، اللي هو الحاجة زي الديبوزيت، أو اللي أنت بتدفعه لصاحب الشقة وبتاخده بعد ما تخلص إيجارك، علشان خاطر يضمن إن الشقة مثلا مفيش حاجة اتكسرت أو غيره. فأنا أعرفه إن في نتيبة فعلا أول شهرين بيدفعوا، او في اول شهر بيدفعوا شهرين سوا عشان خاطر يضمنوا ان في ستارت صح، او انت تعرف يزقوك في الستارت بتاعك. هي يمكن اتاخدت بالسمعه ديت، بس هي مش عشان كده. من عشان ايه؟ انا هو دوت انا دايما قلت لكل الناس كده. ف اه، هقول لحضرتك. النهارده انا حصلت على التاشيره بتاعتي بان هي هتكون ساريه يوم 1/9. تمام. جميل. فانا عملت لما حصلت على التاشيره بان هي ساريه يوم 1/9، ففي من ضمن الخطوات ان انا بعمل في الحساب المغلق بعمل ابلود للفيزا، وفي مم. خانه بكتب الفيزا بتاعتي ساريه من يوم 1/9، مم. خطوه من ضمن الخطوات. بس والله بقى على ما خلصت لقيت التذكرة وخلصت أوراقي وأدور على تبقى سكن 18 ومش تسعة. عارف إيه، فلا هسافر 1/10 أو تمام. 2/10. فالسيستم شاف إن الفيزا بتاعتك سارية بداية من شهر 9، فهو بينزل لك وأنت دلوقتي. جيت كمان في شهر 10، فهو شاف إن في دفعتين يستحقهم ليك. لأن أنت ممكن لما تقول إن الفيزا بتاعتي بتبدأ من يوم 1/9 تقرر إن أنت تيجي ألمانيا يوم 2/9، مم. تاني يوم، فلازم ليك الدفعة بتاعت شهر 9. فانت كده كده ليك دفعه شهر 9. مم. انت جيت في شهر 10، بينزل لك 9 و10. 9 لو و10. جيت في 11 ينزل لك 9 و10 و11. تمام، جميل جدا جدا. احنا صححنا الغلط دوت، وده فعلا من عندي الغلطه لا ديت. يا فندم، مفيش اخطاء ولا حاجه. السؤال اللي ان شاء الله اللي بعد كده، حضرتك ذكرت في البدايه ان في انتيبا بيبقى ليك اي بان الماني. واي حد متابعني عارف ان انت هنا لما بتمضي على تامين صحي، او بتمضي على سكن، بتمضي على جامعه بتاخد مصاريفك، جيم مثلا، تمام، انت بتحط الاي بان بتاعك الالماني، وتحط كل المعلومات بتاعك، وهم بيسحبوا الفلوس منها علشان خاطر الاشتراك على حسب المكان. ممكن الاماكن تسحب يوم 15، ممكن اماكن تسحب يوم واحد. انت برضو في بعض العقود بتديك اوبشن انك تحدد الايام ديت. دلوقتي حالا هنعتبر ان في حد ما فتحش كارنت اكونت ومطلوب منه اي بان، وشاف ان هو معاه اي بان الماني من فينتيبا، فقرر هو يستخدمه. هل انت حضرتك سألت السؤال ده قبل كده ولا لا، ده لا؟ جديد. لا، السؤال ده جديد ده صح؟ انا جديد جه في مخي عموما بصراحه الموضوع دوت. اه. فهل في حاجات تتخصم اصلا، ولا فينتيبا هيقول لك لا معلش احنا ما فيش الكلام دوت عندنا؟ الحساب المغلق في فانتيبا مصنع ومصمم لخدمة حاجة واحدة فقط: كل شهر ينزل فلوس. الحوالات الشهرية لحساب حضرتك وانت حر في فلوسك. يعني لو حد حاول يتحايل مغلق ان مغلق. مغلق مغلق. بلوكد اكاونت بالانجلش، بلوكد، كلمة بلوكد. يعني حتى لو جهة رسمية في ألمانيا زي مثلا سلسلة جيمات كبيرة جدا، طبعا انت عارف بيبقى لهم بعض الاوثرايزيشن ان هم ياخدوا الفلوس من الحساب. بالظبط، اللي تمام. هي بيسموها ازاي بقى اثورايزيشن، اللي هو بالظبط، اللي هو انا هاخد فلوس من حسابك، يعني هاخده، بس لو ما تقلقش يعني الناس. انا من ضمن الناس اللي كانت خايفه في البدايه، اللي هو ايه ده، انا هدي معلومات حسابي. بس بعد كده اكتشفت اللي هو لا، انت محمي كويس جدا، والجهاز دي محميه كويس جدا. وانت اصلا تتمنى لو هم اذوك اصلا، بس عشان نتكلم في الموضوع دوت. فاللي هو ايه دلوقتي حالا الاي بان بيبقى في فينتيبا، فطب انا ممكن استخدم جهه علشان اسحب منهم طبيعة فلوس. الحساب مصمم بان هو ما تعملش عليه اي ترانزاكشن. هو سكيور تمام. سكيور ده مصمم فقط لتغطية تكاليف حياتك اللي انت بعد كده تهندسها زي ما انت شايف. تمام. انا اللي علينا ان انا احول لك ال 992 يورو بتوعك يا فندم اهم في حسابك، انت حر بقى تتعامل معاهم زي، لكن ما عنديش صلاحيه بان الفلوس دي يتخصم منها اي شيء. حتى التامين الصحي اللي حضرتك برضو بتقدمه، اللي هي فنتيبا بتقدمه، ما بيتخصمش من قيمه اصل المبلغ اللي موجود في فنتيبا، لازم بيتخصم من الحساب الجاري اللي حضرتك بلغتنا بيه. تمام. ما دي كانت من النقط المهمة جدا. يعني دلوقتي احنا الأيبان اللي عندنا هو أيبان فلوس داخلة بس. انتهى. مصمم كده. السنه الجايه جميل وعليك جدا. خير بعد 12 شهر او المده اللي حضرتك بتحددها لصلاحيه البلوك ده اكونت. ودي نقطه برضو ممكن نتكلم فيها. في واحد جاي فيزا بحث عن عمل اللي هي التشانسن كارتا، وربنا كرمه بان هو في خلال 3 اسابيع، 3 شهور، 6 شهور لقى شغل. امم. فخلاص، طب انا فلوسي اللي موجوده عند فنتيبا بيحصل ايه؟ حضرتك بتجيب برضو خطاب من مكتب الاجانب في الوقت ده بان الفيزا تم تحويلها من الشكل ان هي فيزا بحث عن عمل لفيزا عمل. بتبعت لنا الخطاب دوت، بنحول لك الجزء المتبقي تماما لحساب حضرتك في المكان اللي انت عايزه بقى، عايزه في المانيا، عايزه في مصر. كده كده خلاص الحساب المغلق الغرض منه انتهى، فبنحول لحضرتك الفلوس تاني.
فزي ما بقول لحضرتك هو الغرض الوحيد هو تأمين الحياة الشهرية. تمام، جميل جدا. دلوقتي حالا الفيس بتاع الحساب البنكي المغلق، لما يجي حد بيحول فلوس، هل الفيس بتتخصم من الفلوس من جوه نفسها، اللي هو من مبلغ مثلا ال 12000 يورو وليكن، ولا لازم ان انا احول 12000 يورو زائد الفيس بتاعت فتح الحساب؟ بالظبط. المصاريف اللي قيمة الحساب المغلق اللي بتحددها السفارة لازم يقدم بها شهادة بتوضح إن قيمة المبلغ دوت بيورلي موجود. امم إنما بالنسبة لأي مصاريف طبعا إحنا بنضيفها على قيمة الحساب المغلق. فهتلاقي إن مثلا أنت عايز مثلا 11912 مثلا، لكن هتلاقي إن المبلغ اللي مطلوب للتحويل زيادة شوية بقيمة مصاريف الحساب اللي هي 89 يورو سنويا و4 يورو 90 سنت شهريا. ده مصاريف كله إدارية. مجموع وساعات بيبقى فيه مبلغ بنسميه بافرنج اماونت، اللي هو لمواجهة أي مصاريف في النص في عملية التحويل. لان في مش كل البنوك بتبعت تحويل مباشر من بنك لبنك. في حاجه بعض البنوك بيبقى في حاجه اسمها بنك مراسل في النص بياخد مصاريف. بالظبط. فتجنبا ان مصاريف البنك المراسل تتخصم من اصل المبلغ، فلما يوصل المبلغ للاسف السيستم متبرمج على ان هو لازم علشان يطلع الشهاده بتاعت الحساب المغلق يكون المبلغ بالكامل موجود. لو وصل ناقص مش هتطلع الشهاده بتاعت الحساب المغلق حتى لو ناقص يورو واحد. تمام. فبنعمل يعني احيانا 100 يورو زياده، بس برضه في الاخر بتتحول للطالب لو وصلت ال 100 يورو من غير اي حاجه مع اول دفعه. اي مبلغ زياده بيتحول لك في اول دفعه تحويل. اول دفعه تحويل، صح كده؟ تمام، جميل جدا. دلوقتي حالا غير الفيز اللي عندنا وكل الخطوات بتاعتها، لو احنا دلوقتي حالا هنتكلم على الايداع من مصر لفينتيبا، دايما في سؤال بيجي لي، هل ممكن اودع على مراحل ولا مرحله معينه ولا مرحله واحده؟ اول كم مره؟ يفضل دايما التحويل على مره واحده بحد اقصى ودوت مش ظروف كتيره بنسبح بيها يعني 3 مرات، لكن بنصح دايما التحويل يكون على مره واحده. يبقى مره ومرتين عادي جدا. بالظبط. 3 مرات لازم بقى طبعا تدخل في خطوات زياده او غيره، هيتسال ليه؟ ايه السبب؟ وهيتسال ليه، صح كده؟ تمام. طيب لا قدر الله يعني لو في حاله حد حول زياده مثلا، يعني يعتبر لو حول 15، هل ينزل له في كل شهر زياده ولا ما ينفعش؟ طبيعة الحساب مبرمج على إن أقصى حد 13000 يورو ده المبلغ المسموح إيداعه بالنسبة للطالب. أكتر من كده أولا لا الدولة هتطلب كده إلا في بعض الحالات، لو أنت عايز تجيب أسرتك معاك زوجتك أو أولادك. تمام. يعني وحالات تانية بيبقى فيها سبيشال أبروفال، موافقة خاصة. أما في الحالة الطبيعية الستاندر إن طالب جاي لوحده أقصى مبلغ هو 13000 يورو. فاكتر من كده لا، ما بيقبلش السيستم اوتوماتيك وبيتم ارجاع كامل المبلغ. بالظبط. فرجاء الالتزام بقيمه المبلغ اللي السفاره محدداه، واللي هو بحد اقصى مش هتطلب اكتر من 13000 يورو كمبلغ اجمالي يعني. تمام. التحويل طبعا لازم بيبقى باليورو، ما ينفعش ان انا احول بالجنيه وفي تبقى تقلب الجنيه يورو. هو حضرتك فاتح البلوك ده اكونت في دوله ايه؟ المانيا. المانيا وعملتها ايه؟ يورو. والايبان اللي طالع الايبان يورو. فبالتالي الفلوس لازم توصل للحساب اللي طبيعته اللي هو اليورو. مين المسؤول عن نوع العملة واللي بيغيرها؟ هو البنك المرسل. فالبنك المرسل حضرتك بتتوجه ليه بغض النظر عن اي ظروف اقتصاديه او موافقه او رفض بالنسبه للبنك. انا بتكلم برضو عن حالات الستاندر. ان انت حضرتك بتتوجه للبنك، رصيدك موجود سواء بالعمله المحليه للدوله اللي انت فيها او بالعمله الاجنبيه. بتطلب تحويل، لو سمحتم انا عايز احول ما يعادل 12000 يورو يوصلوا لحسابي المغلق اللي هو دوت الايبان نمبر بتاعه في المانيا. البنك يا اما بيعمل عمليه التحويل ويحول الفلوس. في بعض الدول يعني مش عايزين نخش في تفاصيلها، انما انا عايز اكد على معلومه ان احنا ملناش صلاحيه بتغيير نوع العمله، لان البنك المرسل هو فقط اللي بيتحكم بناء برضو على طلب العميل بتاعه في بلده. واذا كان هل هيقدر يوفر الموضوع العمله دوت ولا لا. موضوع تماما بعيد عن فينتيبا. انت حضرتك حسابك الماني بعمله اليورو، يبقى لازم الفلوس توصل باليورو. ما فيش بنك مستقبل على فكره، مش بس فينتيبا، ما فيش بنك مستقبل في اي حته في العالم مسؤول عن تحويل. انت لو حولت بالدولار اصلا هيرفض اصلا يعني. ما هو البنك هو بيحول هيعمل اكسشينج بقى. فهيشوف الدولار ما يعادله كام عشان يوصله في الاخر باليورو. تمام. طيب دلوقتي حالا لما بتيجي تفعل الحساب البنكي المغلق بتاعك،
تفعيله ممكن تفعله وانت في مصر ولو انت في المانيا؟ يعني هيشترط انهي موضوع؟ تفعيله بالمغلق، الحساب المغلق مشترط بحاجتين رئيسيتين. قلت لحضرتك اول حاجه بتعمل ابلود للفيزا بتاعتك اللي هي بتاريخ بدايه الفيزا، وان حضرتك بتغذي حسابك في فنتيبا بالاي بان نمبر الاوروبي بتاعك، وانا قلت اوروبي كمان. يعني لو حضرتك ليك حساب في بريطانيا وليك حساب في هولندا، ليك حساب في هولندا، ايا كان ما دام اي بان اوروبي بتغذي حسابك في فنتيرا برقم الايبان ده، اتوفروا العنصرين اللي هو تاريخ بدايه الفيزا، يبقى انت تقدر تكون موجود المانيا في المانيا بدايه من التاريخ ده، زائد موجود الحساب المصب او اللي هو الفلوس اللي تتحول ليه اللي هو البنك بتاعك. توفر الشرطين دولت على طول بيتم تحويل الاموال. هنيجي على حاجه زي التامين الصحي. هنا انا دلوقتي حالا دخلت سجلت في التامين الصحي، احنا بنقدم سيم كارد عليه. تمام. تمام، ده اللي احنا بنقدمه، اللي هي بتتوصل كمان وبتتبعت لك لحد بلدك في مصر. ما تصدقوش كل الاراء، مش كل الاراء تتناسب مع كل التجارب. انا بدفع ازاي التامين الصحي بتاعي؟ بيتخصم من حساب حضرتك الجاري اللي انت فتحته بره فانتيبا، فبيتخصم منك البريميوم او الدفعات الشهريه من حسابك ده. برضه بتواصلك بشكل ما سواء من خلال فنتيبا خدمه العملاء او مباشره مع شركه التامين، تقول لهم ان الحساب بتاعي اللي هيتخصم منه المصاريف هو ده، فشهريا بتتخصم منك مصروفات التامين. تمام. وتاريخ التامين الصحي بيجي لي بانهي تاريخ؟ تمام، انت اللي حضرتك بتحدد برضه، لكن بيتم بالنسبه للدراسه، لو بنتكلم في الدراسه ان هنتكلم ان هو بيفعل من بدايه الانرولمنت بتاعك في الجامعه، لان الجامعه هي اللي بتاكد وجود حضرتك في البلد، وبترسل لشركه التامين، يا شركه التامين استاذ محمود بقى موجود دلوقتي فنشطوا التامين بتاعي. الفكره اللي انا عايزه برضه اوضحها، طيب انا من ساعه ما طلعت من بيتنا وركبت الطياره لحد ما اروح الجامعه الموضوع ممكن ياخد له اسبوعين مثلا يعني، تمام، وبيبقى حضرتك مغطى بالموضوع دوت بتامين حاجه اسمها ترافل هيلث انشورنس. زي ما فرقنا في الاول ما بين الحساب المغلق البلوكد اكونت والحساب الجاري، عايزين نفرق ما بين الهيلث انشورنس والترافل هيلث انشورنس. ترافل هيلث انشورنس بس السفاره بتطلبه نفسه. السفاره بتطلبه علشان تقول لك انت طول رحله السفر بتاعتك ولما توصل المانيا، ما انت مش هتطلع من باب المطار تروح الجامعه، بتروح البيت وتجهز امورك وبتاع وبعدين تروح الجامعه. لا قدر الله لو في اي حاجه هتغطى تامينيا ازاي؟ التامين بتاعك لسه ما اتنشطش. هيتنشط امتى؟ لما الجامعه تتشرف بحضور الطالب وتبلغ شركه التامين ان خلاص اوكي تم التواصل ويبدا تنشيط التامين. طب قبلها بيوم الترافل هيلث انشورنس هو اللي بيبقى مغطي الطالب تامينيا في المرحله دي. تمام. ودلوقتي حالا انا بستلم، لما انا اشتريت التامين الصحي مع فنتيبا بيجي لي على الميل بتاعي التامين الصحي، صح كده؟ الشهاده اللي هي البوليسي نفسها، البوليسي بتاعتك على الميل. نوع التامين اللي بيجي لي على الميل بيجي لي اللي هو ميل بيقول لي خلاص انت معانا في التامين الصحي، وهيتفعل بمجرد ما انت توصل المانيا، صح كده؟ ان انت بتوصل اللي هو التامين الصحي لما توصل للجهه اللي انت رايح تدرس فيها. اللي هو حاجه زي تامين صحي شرطي او مشروط. هتلاقي معظم الجامعات اصلا، انت جاي عشان تدرس، لو هتكلم عن الدراسه معظم الجامعات بتقول لك انت مش هتعمل الانرولمنت عندي واسجلك خلاص ان انت جيت طالب وبتبدا الدراسه وتاخد الكتب المدرسيه الا لما تجيب شهاده التامين. تمام. وهما كده بيقبلوا المشروط في كتير جدا من الاوقات. بالظبط، هو ليه شهاده تامين صحي ان انت تكون موجود في الجامعه عليك تامين صحي. ما هو في زي ما احنا قلنا المفعله او المشروط، اللي احنا بنتكلم عن البعثات او تاجيل الجيش، اللي انا اعرفه ان التامين الصحي برضو المشروط، تمام، اللي هو خلاص انت وعدتنا واحنا خلاص وعدناك ان احنا هنامنك وانت تبقى معانا بمجرد ما انت توصل المانيا. الورقه ديت كافيه علشان خاطر توديها للجامعه، والجامعه يدوك الاشتراك مش النجوم بتاعك اللي انت بتاخدها وبترفعها على البعثات وبتاجل بيها الجيش بتاعك. فهي دي بس، هو ده كان غرض السؤال، هل هو مشروط او اكتف؟ بس هو كده في الحالتين هو كده كده بيتم الموافقه بتاعته على الجامعه، فكده كده لسه الموضوع ساري ان الواحد خلاص يعني بقى عنده خدمه اللي هو يشتري تامين صحي عشان يعرف ياجل البعثات، او يشتري تامين صحي عشان يعرف يعمل كود جامعي عشان يعرف ياجل البعثات. بس كده. تمام. طيب استاذ اسلام، انا اتشرفت جدا جدا بحضرتك حبيبي، ده اللي سعيد جدا. وده كان الموضوع يعني محادثه طيبه جدا ومفيده. انا نفسي استفدت من خبرة حضرتك، سواء كان من سوق العمل لتصحيح برضو شوية معلومات بسيطة زي الموضوع بتاع الشهرين، اللي أنا كنت فاكر إن هو أوتوماتيك بينزل شهرين سوا، مش إن هم مترتبين على بعض. عادي بسيط. فأنا اتشرفت جدا جدا بالكلام مع حضرتك. وبمناسبة آخر الفيديو،
احنا ان شاء الله عندنا مفاجاه. اللينك تحت في الديسكربشن هيبقى اللينك بتاعي مع فينتيبا، حاجه زي بارتنرشيب بسيطه. ان شاء الله ادخلوا اعملوا ساين من اللينك دوت. اي حد عايز يفتح حساب البنكي، حتى لو انت مش شرط ان انت تفتح حساب البنكي، ادخل شوف الويب سايت بتاعهم، ادخل خد فيه لفه، شوف المعلومات بتاعه، شوف الرافق او الدليل اللي هم حاطينه، الخدمات اللي هم عارضينها او غيره. ان شاء الله اللي هيساين باللينك بتاعي هيدخل معانا في فرصة على جيف اواي، ودي حاجة مني أنا شخصيا، بس أنا اتشرفت في الشغل مع فينتيفا. الجيف اواي دوت إن شاء الله هغطي له الفيز بتاعة البنك بتاعي. إن شاء الله في 3 هيكسبوا، هغطي لهم الفيز بتاعة البنك كاملة لمدة السنة اللي هم هيفتحوا فيها. والجيف اواي اللي بعد كده 10 من اللي هيكسبوا هبقى معاهم شخصيا فيديو كول وواحد تو واحد، علشان خاطر ابقى معاه لحد ما يوصل هنا المانيا ويسجل ورقه، سواء كان يسجل السكن او الرات هاوس او الجامعه او غيره، وعلشان خاطر يطلع له رقم الضرايب وغيره من الارقام ديت علشان يبتدي شغل. هبقى معاهم خطوه بخطوه 10 من اللي هيكسبوا، غير ال3 اللي هيكسبوا تغطيه التكاليف كامله بتاعه آه، الفيس بتاعه البلوك اكونت. فشرفت جدا بالبارتنرشيب مع نورتنا فيتيفا، وشرفتنا ودي يا كانت فندم. محادثة لطيفة جدا. اهلا بيك واهلا بمتابعينك، واي حد عايز اي شيء تواصل مع حضرتك واحنا تحت امر حضرتك وجمهورك. ولحد فيديو تاني يا شباب، السلام عليكم.